السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم أبطال تالتة إعدادي. ازيكم يا وحوش؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة كده وماشيين الامتحانات كلها بشكل كويس يا رب دايما، وبيحلوا في الأسئلة كويس جدا وخارجين مبسوطين من الامتحانات. موعدنا النهاردة بإذن الله مع أقوى مراجعة ليلة الامتحان. بإذن الله هنراجع في الفيديو ده على الأربع وحدات اللي عند حضرتك في المنهج، مش سايب لك فكرة ولا تركة موجودة. جمعت لك كل الأسئلة اللي بتتكرر في الامتحانات والنماذج الاسترشادية والمحافظات. بجد لو ذاكرت المذكرة دي بإذن الله هتخرج من الامتحان مقفله ضامن الامتحان بكل الأفكار بتاعته وبكل التريكات بتاعته. مجمع لك في المذكرة الأسئلة اللي اتكررت كتير جدا في الامتحانات وإجاباتها النموذجية. هتقولي طب يا مستر ما احنا بنلاقي ساعات أسئلة صعبة أوي. أقول لك لا، الأسئلة المستويات العليا دي مش بتيجي في الامتحانات يا حبيبي، لأن الامتحان بيبقى مستوى الطالب المتوسط، وفي بعض الامتحانات بتبقى مستوى الطالب الجيد جدا كمان. وبالتالي الامتحان بتاعك لو جه في المستوى ده مش هيجي فيه الأسئلة اللي هي الليفل بتاعها عالي أوي للدرجة اللي أنت شفتها، لأن في امتحانات الصراحة أوفر للدرجة وانا شفت الكلام ده. فانا بقول لك وبطمنك اهو، امتحانك مش بيجي صعب، امتحانك بيجي في المستوى المتوسط. ما ينفعش ان احنا نجيب امتحان صعب، لان في طلبه متوسط وفي طلبه متوسطين وفي طلبه اقل من المتوسطين. فما ينفعش اللي يحط الامتحان يجيب امتحان صعب، لازم امتحان يحطه بطريقه متوسطه ويحط لك فيه كام سؤال كده ايه فيهم تريكات، تمام، عشان يميز بين الطالب المتوسط والطالب الشاطر. فباذن الله المذكره دي لو ذاكرتها وذاكرت الفيديو ده، اوعدك باذن الله انت تخرج من الامتحان حلل كل الاجابات ومتاكد من اجابتك باذن الله. مجمع لك كل الاسئله اللي بتتكرر واهم الاسئله. يلا بينا كده ما نتكلمش كتير ونسمي الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بك علما. اللهم بارك لنا في وقتنا، اللهم وفقنا. بسم الله. هنبدا مع بعض كده بالوحده الاولى، ونجمع لك اول حاجه اكتب المصطلح العلمي. ده اهم الاسئله اللي موجوده، فاكتب المصطلح العلمي. يلا بسم الله. يقول لك تغير موضع الجسم بالنسبة لموضع جسم آخر بمرور الزمن. المفروض هنا بالنسبة لموضع جسم آخر ثابت بمرور الزمن. أول ما يقول لك تغير موضع الجسم، أول ما تسمع إن موضع الجسم اتغير يبقى دي كده الحركة على طول. الحركة تغير موضع الجسم. طيب الجسم الذي لا يتغير موضعه بمرور الزمن، طالما الجسم الموضع بتاعه مش بيتغير يعني ثابت في مكانه، يبقى ده الجسم الساكن. تمام. طب لو جه قال لك الجسم اللي بيتغير موضوعه بمرور الزمن، يبقى ده الجسم المتحرك. طيب المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن، يعني المسافة في على الزمن زين، ده مين؟ دي السرعة، يبقى الإجابة السرعة. حاصل ضرب سرعة الجسم المتحرك في الزمن. واحد يقول انا بتلخبط يا مستر، اقول له يا حبيبي ما تتلخبطش، الجدول بتاعك اللي احنا متعودين عليه ان السرعة بتساوي المسافة على الزمن. هو بيقول لك ان حاصل ضرب السرعة في الزمن، يبقى دي مين؟ يبقى دي كده المسافة. طيب اول ما يقول لك المسافه الكليه اللي بيقطعها الجسم المتحرك مقسومه على الزمن الكلي المستغرق لقطع هذه المسافه، يبقى دي على طول السرعه مين؟ السرعه المتوسطه. ليها تعريف تاني ان هي السرعه المنتظمه التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافه في نفس الزمن. التعريفين دول بتوع السرعه المتوسطه ومهمين جدا جدا جدا، زي ما احنا كنا بنقول المسافه الكليه على الزمن الكلي، كنا احنا بنقولها كده. بيقول لك مقدار السرعة التي يتحرك بها الجسم بالنسبة لمراقب ثابت أو متحرك، دي السرعة النسبية من اسمها. طالما قال لك بالنسبة يبقى دي السرعة النسبية. مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الواحدة، طالما قال لك مقدار التغير في السرعة يبقى دي العجلة اللي بنرمز لها بالرمز ج. طب عندي ليك سؤال، امتى العجلة دي بتبقى بصفر؟ هتقول لي يا مستر العجلة بتساوي صفر لو الجسم بتاعي بيتحرك بسرعة منتظمة. طالما بيتحرك بسرعة منتظمة يبقى خلاص وش العجلة بصفر. أول ما بسمع كلمة سرعة منتظمة على طول العجلة بصفر. السؤال التاني بيقول لي أكمل. العاملان اللذان يمكن بهما وصف حركة الجسم. قلنا عشان توصف حركة الجسم يعني سرعته محتاج مسافة ومحتاج زمن، يبقى المسافة والزمن، وحليناهم قبل كده إيه في الحصة. بيقول لك مسار الحركة في اتجاه واحد ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون مستقيم زي ما اتفقنا، وممكن يكون زي ما احنا عارفين منحني، او ممكن يكون مستقيم او منحني اللي هو كلاهما. ابسط انواع الحركة هي الحركة في اتجاه واحد في خط ايه؟ في خط مستقيم. زي مين؟ زي حركة القطار والمترو. يبقى اول ما تشوف كلمة ابسط انواع الحركة هي الحركة في اتجاه واحد في خط مستقيم، زي حركة مين ومين؟ زي حركة القطار او المترو. طيب السؤال بعد كده بيقول لك اذا كانت وحدة قياس المسافة هي المتر والزمن بالثانية، فإن وحدة قياس السرعة، ما السرعة بتساوي المسافة على الزمن، يبقى متر على الثانية. طب وحدة قياس العجلة متر على الثانية تربيع. طيب بيقول لك الجسم اللي بيتحرك بسرعة 90 كيلو متر على الساعة سرعته قد إيه بالمتر على الثانية؟ بص يا حبيبي، إحنا قلنا عشان نحول من الكيلو متر على الساعة للمتر على الثانية بنعمل إيه قلب المستر؟ بنضرب في 5 على 18. يبقى 90 في 5 على 18 على الآلة يطلع لك ب 25 متر على الثانية. اعملها على الآلة كده تطلع معاك ب 25 متر على الثانية.
بيقول لك يكون الجسم متحركا بسرعه ايه عندما يقطع مسافات متساويه في ازمنه غير متساويه، او مسافات غير متساويه في ازمنه متساويه، يبقى دي كده على طول سرعه غير منتظمه. انما لو قال لك مسافات متساويه في ازمنه متساويه كده، يبقى دي سرعه منتظمه. يعتمد مقدار السرعه النسبيه على ايه اللي بيعين مقدار هذه السرعه؟ هو حاله المراقب، هل المراقب بتاعك مراقب ساكن ولا مراقب متحرك؟ طيب، العلاقه البيانيه ما بين السرعه والزمن لجسم متحرك بسرعه منتظمه بيمثلها خط مستقيم بيوازي ايه؟ مش احنا قلنا لما بنعمل علاقه بين السرعه والزمن بيكون عندي السرعه هنا على محور الصادات والزمن هنا، تمام؟ قال لك بقى بنعمل خط مستقيم كده بيوازي محور مين اهو؟ بيوازي محور الزمن، بيوازي محور مين؟ زي ما انت شايف بيوازي محور الزمن، فدي كده سرعه منتظمه. طيب، بيقول لك تكون العجله موجبه اذا كانت سرعه الجسم ايه بمرور الزمن. طالما عجله موجبه يبقى سرعه الجسم تزداد بمرور الزمن. طب لو العجله سالبه يبقى سرعه الجسم بتقل بمرور ايه يا شباب؟ بتقل بمرور الزمن. بيقول لك عندما يتحرك جسم بعجله مساويه للصفر، فده معناه ان بيتحرك بسرعه ايه؟ سرعه منتظمه او ثابته، لان السرعه ما بتتغيرش يبقى خلاص العجله بصفر، لان العجله اصلا هي مقدار التغير في السرعه، فطالما السرعه بتاعتي مش بتتغير يبقى العجله بصفر. يعتبر الزمن من الكميات القياسيه ايه؟ القياسيه. خلاص، الزمن من الكميات الفيزيائيه القياسيه، لانه بيلزم لتحديده معرفه مقداره فقط. انما القوه اللي هي الفورس لا، ده لازم اعرف انت اثرت بالقوه دي في انهي اتجاه، يبقى لازم اعرف اتجاهها، يبقى مقدارها واتجاهها، يبقى دي متجه. وحدة قياس الإزاحة هي المتر، وحدة قياس السرعة المتجهة متر على الثانية. طب لو قال لي وحدة قياس المسافة بالمتر برضو، طب وحدة قياس السرعة القياسية برضو بالمتر على الثانية. هم يا شباب مفيش فرق بينهم، الفرق بينهم بس الاتجاه. طيب، بعد كده مجمعين مع بعض أهم أسئلة علل، يلا بينا. قال لك تعتبر حركة المترو، ركز، تعتبر حركة المترو من أمثلة الحركة في اتجاه واحد. علل، هتقوله لأنه بيتحرك للأمام يعني قدام أو الخلف لورا في مسار مستقيم أو منحني أو كلاهما معا، عشان كده يعتبر من الحركة في اتجاه واحد، لا بيخش يمين ولا بيخش شمال. بيقول لك هنا يصعب عمليا تحقيق السرعة المنتظمة للسيارة. ليه يا شباب أنا ما أقدرش أحقق السرعة المنتظمة دي حقيقة وانا ماشي بعربيتي؟ قال لك عشان سرعة السيارة بتتغير بحسب احوال الطريق، عشان العربية بتاعتك السرعة بتاعتها بتتغير حسب احوال الطريق، مرة الطريق اللي انت ماشي فيه ده طريق سريع، مرة داخل في حواري، مرة بتعمل يوتيرن بتلف، فكده احوال الطريق بتاعتك مش ثابتة، فانت مستحيل تقدر تخلي السرعة بتاعتك منتظمة. بيقول لك بعد كده اهميه وجود عداد السرعه في السيارات والطيارات. بيعمل ايه؟ قال لك بنستخدمه عشان نعرف السرعه مباشره. هل انا لسه لما احسب سرعتي اروح اجيب المسافه اللي مشيتها في الزمن واقسمهم على بعض؟ لا، ببص على العداد بيديني السرعه بتاعتي ايه على طول. بيقول لك هنا عجله جسم او عجله حركه جسم يتحرك بسرعه منتظمه بتساوي صفر. ليه؟ قال لك عشان سرعته لا تتغير بمرور الزمن، يعني الدلتا عين بتاعتك بصفر، فطالما انت سرعتك مش بتتغير يبقى عجلتك بصفر. بيقول لك الجسم المتحرك بعجله لا يمكن ان يتحرك بسرعه ثابته. ليه؟ هتقول له لان سرعته بتتغير بمرور الزمن، ما يقدرش يتحرك بسرعه ثابته، لان اصلا العجله هي ايه؟ مقدار التغير، فلو انت عجلتك ليها قيمه يبقى انت ما ينفعش تتحرك بقيمه ثابته، لان معناها ان انت سرعتك بتتغير. طيب، قال لك تعتبر الازاحه كميه متجهه، تعتبر المسافه كميه قياسيه. اول ما يقول لك ليه ده كميه متجهه وليه ده كميه قياسيه على طول ليه ده كميه متجهه، هتقول له عشان يلزم لتحديدها تحديدا تاما ان انا اعرف المقدار بتاعها واتجاهها وكمان وحده القياس. طب ليه دي قياسيه؟ هتقول له والله عشان انا بعرفها من خلال المقدار بس كده. أهمية السرعة المتجهة للرياح بالنسبة للرحلات الجوية. ليه لو واحد طالع بطيارة رايح رحلة جوية لازم يعرف السرعة المتجهة؟ قال لك عشان يحدد اتجاه الرياح. ليه؟ قال لك عشان اتجاه الرياح ده بيأثر على سرعة الطيارة وزمن الرحلة واستهلاك الوقود. طب ازاي يا مستر؟ قال لك بص يا قلب المستر، قال لك لو الطيارة اللي طالعة دي ماشية في نفس اتجاه الرياح فده هيزود من سرعة الطيارة وكمان هيقلل من زمن الرحلة، يعني الناس هتوصل بسرعة واستهلاك الوقود هيبقى قليل. انما لو هو طالع لقى الرياح عكسه ده هيخلي سرعة الطيارة قليلة، لأن الرياح بتقاوم الطيارة، فلما تقاوم الطيارة هتزود استهلاك الوقود، هتبذل مجهود قوي عشان الطيارة تمشي وزمن الرحلة هيزيد، هتوصل في وقت أكبر. تمام؟ عشان كده الركاب لما بيطلعوا بيبدأ الطيار يبدأ يحدد السرعة المتجهة قبل ما يطير أو قبل ما يروح الرحلة بتاعته. السؤال اللي بعده برضو مهم، ما النتائج المترتبة على قطع الجسم نفس المسافة في نص الزمن. يقول لي يا مستر احنا الأسئلة دي صعبة. لا والله انا قلت لك طريقة حلوة، قلت لك السرعة بتساوي المسافة على مين؟ السرعة بتساوي المسافة على الزمن. هو بيقول لك نفس المسافة يعني واحد على نص الزمن، يبقى حط هنا نص على طول، مقام المقام بسط يطلع فوق، يبقى السرعة بقت 2 عين. يعني ايه اللي حصل لها؟ اصبحت الضعف، يبقى تزداد السرعة الى الضعف. بس قال لك بقى اي رقم اعمل زي الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي هتلاقيها اتحلت معاك في ثانيه. تمام؟
بيقول لك تحرك جسم بسرعه منتظمه، ايه اللي هيحصل لو تحرك جسم بسرعه منتظمه؟ قال لي هتكون عجله تحركه بصفر. طالما اتحركت بسرعه منتظمه يعني سرعتك ثابته، يبقى العجله بتاعتك بصفر. طيب ايه اللي هيحصل لو تحرك جسم بسرعه تزايديه؟ عادي هتكون عجله تحركه موجبه يعني تزايديه، يعني بتزيد بمرور الزمن. طيب ايه اللي هيحصل لو تناقصت سرعه جسم بمرور الزمن؟ قال لي هيكون عجله سالبه او عجله تناقصيه، يعني العجله بتاعته بتقل بمرور الزمن. يتحرك جسم من نقطه ثم يعود اليها، طالما رجع ليها يبقى ازاحه الجسم بتاعتك هتبقى بصفر، وكمان سرعته المتجهه بصفر، لان اصلا السرعه المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن، وبالتالي انت ازاحتك بصفر يبقى سرعتك المتجهه بصفر. تمام؟ في اي مشكله؟ موضوع بسيط. هنا بيقول لك اذكر اهميه او وظيفه الجداول والرسوم البيانيه. قلنا اهميتها ايه؟ قلنا بتوصف الظواهر الفيزيائيه بطريقه اسهل، والتنبؤ بالعلاقات ما بين الكميات الفيزيائيه المختلفه. دي بتخلي ان انا اعرف الظواهر الفيزيائيه بطريقه اسهل وابسط، وكمان اعرف العلاقه ما بين الكميات المختلفه بتاعتي. اهميه السرعه المتجهه للرياح بتاثر على ايه يا شباب؟ زي ما قلنا زمن الرحله وكميه الوقود المستهلكه، وكمان سرعه الطياره. طيب نكمل. مجمع لك هنا بقى اهم المقارنات، مهمه جدا جدا باذن الله. لو جه اي مقارنه على الوحده الاولى مش هتخرج بره اللي انا جايبهم لك دول اهم المقارنات اللي ممكن يسالك عليهم. قارن ما بين السرعه المنتظمه او الثابته والسرعه الغير المنتظمه او المتغيره من حيث التعريف، واديني مثال. أن السرعة المنتظمة هي السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع إيه يا شباب؟ مسافات متساوية في أزمنة متساوية. طب الغير منتظمة دي السرعة التي يتحرك بها الجسم لما يقطع، بص بقى، مسافات غير متساوية، التانية العكس، أزمنة متساوية. طب لو قلت مسافات متساوية يبقى الزمن العكس، أزمنة غير متساوية. تقول واحدة والتانية عكسها. زي مين السرعة المنتظمة؟ قال لي زي الضوء بيتحرك بسرعة منتظمة، وعارفين إن سرعة الضوء 3 في 10 أس 8 متر على الثانية. دي سرعة الضوء، وهي سرعة ثابتة في الفراغ ما بتتغيرش. طب سرعة غير منتظمة زي حركة السيارة على الطريق، السيارة وهي ماشية على الطريق دايما السرعة بتاعتها بتتغير. ممكن يقول لك قارن ما بين العجلة المنتظمة اللي هي التزايدية الموجبة وبين العجلة المنتظمة التناقصية السالبة. اعمل مقارنة بينهم من حيث التعريف. هتقول له العجلة المنتظمة التزايدية دي العجلة التي يتحرك بها الجسم في خط مستقيم عندما تزداد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. طالما سرعته بتزيد يبقى خلاص دي عجلة تزايدية. طب العجلة التناقصية دي العجلة التي يتحرك بها جسم في خط مستقيم برضو عندما ايه؟ تتناقص سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية. طيب قال لك امتى العجله بتاعتك تكون تزايديه او موجبه؟ قال لي لما السرعه النهائيه تكون اكبر من السرعه الابتدائيه، يعني عين 2 اكبر من عين 1. لو طالما عين 2 بقت اكبر من عين 1 يبقى كده العجله بتاعتك تزايديه. طب امتى تكون تناقصيه او سالبه؟ لو السرعه الابتدائيه هي اللي اكبر من النهائيه، يعني عين 1 اكبر من عين 2. يبقى امتى تكون تزايديه؟ قال لي لو عين 2 اكبر من عين 1. تناقصيه اعكس، يبقى عين 1 اكبر من عين 2. نوع السرعه دي سرعه غير منتظمه متغيره تزايديه. طب هنا نوع السرعه سرعه غير منتظمه متغيره بس تناقصيه، انما هنا تزايديه. الاتنين غير منتظمه، بس هنا سرعه تزايديه وهنا سرعه تناقصيه. جميل. قارن برضو بين الكميات الفيزيائيه القياسيه والكميات الفيزيائيه المتجهه. قلنا القياسيه هي كميه فيزيائيه يكفي تحديدها ان انا اعرف ايه؟ اعرف المقدار بس. طب انما المتجهه لا، دي كميه فيزيائيه يلزم لتحديدها ان انا اعرف المقدار بتاعها واعرف اتجاهها. اديني امثله على الكميات الفيزيائيه القياسيه. عندك كتير، عندك الطول او المسافه الاتنين واحد، الزمن، عندي الكتله، الحجم، السرعه القياسيه، المساحه، الكثافه، كل الحاجات دي كده محتاج اعرف المقدار بتاعها بس. طب اديني امثله على المتجهه زي الازاحه، تمام، السرعه المتجهه، العجله، القوه، كل دول لازم اعرف مقدارهم ومين، وكمان اعرف الاتجاه بتاعهم. جميل. نكمل في مقارنات تانية مهمه. اخر مقارنتين عندنا ما بين المسافه والازاحه، ممكن يسالك عليهم. التعريف هتقول المسافه دي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بدايه الحركه الى الموضع النهائي. كل المسار اللي انت مشيته بتجمعه، ما بتسيبش حاجه. انما الازاحه لا، دي المسافه المقطوعه في اتجاه ثابت، يعني في خط على طول من نقطه البدايه لنقطه مين؟ لنقطه النهايه. المسافه قلنا كميه قياسيه، انما الازاحه كميه متجهه. قارن ما بين السرعه القياسيه وبين السرعه المتجهه. قال لي السرعه القياسيه دي المسافه الكليه المقطوعه خلال وحده الزمن. طب المتجهه دي الازاحه الحادثه خلال وحده الزمن، لان احنا قلنا القياسيه بتساوي المسافه على الزمن، انما المتجهه بتساوي الازاحه على الزمن. اهو السرعه القياسيه ع بتساوي المسافه الكليه ف على الزمن الكلي ز. السرعه المتجهه ع د بتساوي الازاحه ف د على الزمن الكلي. لو جاب لك في الامتحان ف وعملها لك كده يبقى دي ازاحه، لو جاب لك عين وعملها لك كده يبقى دي سرعه متجهه، لو شال السهم يبقى دي كده مسافه ودي كده سرعه قياسيه. خلي بالك، طالما لقيت سهم فوق كده يبقى دي مش مسافه، دي ازاحه. لو لقيت عين وعليها سهم زي ده يبقى دي مش سرعه قياسيه، دي سرعه متجهه. اي حاجه عليها سهم كده من فوق يبقى دي متجهه. طيب
بيقول لك هنا صف حركه الاجسام اللي قدامك. دي مهم جدا جدا يا شباب، الحته دي مهمه قوي قوي. انا هنا مجمع لك كل الرسومات اللي ممكن تتسال فيها، كلهم مهمين. اول واحده لو جاب لي في الامتحان علاقه ما بين السرعه وما بين الزمن وعمل لك خط كده بالمنظر ده بيوازي محور الزمن، دي على طول سرعه منتظمه. السرعه قدامك اهي ثابته، اهي دي القيمه بتاعتها ما بتتغيرش بمرور الزمن، يبقى دي سرعه منتظمه. طب لو جاب لي مسافه وهنا زمن وقال لك السرعه اهي بص 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 طالعه كده، يبقى دي سرعه منتظمه. خلاص سرعه منتظمه قدامك اهي، مسافه وزمن، يبقى السرعه دي سرعه ايه؟ سرعه منتظمه، بتزيد بمرور الزمن، سرعه منتظمه ما بتتغيرش. قال لك المسافه والزمن، ها قال لك هنا ده ايه؟ قال لك ده جسم ساكن. واحد يقول لي ليه؟ خد بالك بقى بين الرسمه دي وبين الرسمه دي، لو جاب لك سرعه وزمن يبقى دي سرعه منتظمه. طب لو جاب لك مسافه وزمن، واحد يقول لي سرعه منتظمه وما ياخدش باله، خلي بالك من اللي على المحاور من فوق. هنا معناها ان المسافه ثابته ما اتغيرتش، الزمن بتاعك عمال يزيد اهو اهو. هنا وليكن 1 2 3 4، الزمن عمال يزيد والمسافه بتاعتك القيمه بتاعتها ثابته ما بتتغيرش، يبقى ده جسم ساكن ما بيتحركش. خد بالك. طب لو جاب لي علاقه بين المسافه وبين الزمن عماله تزيد تزيد تزيد، يبقى دي كده سرعه منتظمه. فجاه بص اهو المسافه بتاعتك ثبتت، يبقى ثم جسم ساكن. طيب قال لك هنا بقى الاثنين دول زي بعض، هنا السرعه والزمن وعماله تزيد تزيد، يبقى دي كده عجله منتظمه تزايديه او سرعه غير منتظمه تزايديه. طب السرعه هنا عماله تقل بمرور الزمن، يبقى دي عجله منتظمه تناقصيه او سرعه غير منتظمه تناقصيه بتقل بمرور الزمن. تمام؟ مهم جدا الرسومات دي، واظن ما فيهمش اي حاجه. نخش بقى على اهم المسائل اللي ممكن تسال فيها، ومهم جدا جدا جدا. كل الافكار اللي ممكن تسال فيها في المسائل مجمعها لك، اللي هي ممكن تيجي في الامتحان ومتوقعه. انما بقى المسائل الاوفر اللي انتوا بتشوفوها دي لا، ما تخوفوش نفسكم بيها وخلاص، ما بتجيش في الامتحانات. بيقول لك هنا، نبدأ يا شباب بأول سؤال مع بعض. بيقول لك تحركت طائرة من أسوان وقطعت مسافة مقدارها 1800 كيلو متر، يبقى دي كده المسافة، خلال ساعتين، يبقى ده كده الزمن، لتصل إلى مطار القاهرة. احسب السرعة التي تحركت بها الطائرة مقدرة بوحدة، أول حاجة الكيلو متر، بعد كده المتر على الثانية. بالراحة، جيب أول حاجة بالكيلو متر. أنا عارف إن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. المسافة بتاعتك 1800 تمام، على الزمن بتاعي قال لي في ساعتين، يبقى على الاتنين يطلع معايا ب 900 كيلو متر. كده انا جبت السرعة بوحدة الكيلومتر على الساعة. عايزها بالمتر على الثانية، هقوم واخد ال 900 عامل فيها ايه؟ ضاربها في كام؟ ضاربها في 5 على 18، تطلع معاك بالآلة ب 250 متر على الثانية. متر على الثانية، خلصت خلاص. سؤال سهل جدا وبسيط ومتوقع، لازم في الامتحان يجي لك سؤال على التحويلة، مهم جدا جدا، سؤال مباشر ما فيهوش اي حاجة. السؤال اللي بعده بيقول لك بدأت دراجة الحركة من السكون. أول ما تسمع كلمة من السكون يبقى العين الابتدائية بتاعتك بصفر. جميل. قال لك حتى وصلت سرعتها إلى 10 متر على الثانية، يبقى دي كده العين 2، خلال 20 ثانية، يبقى ده كده الزمن. احسب مقدار العجلة التي تتحرك بها الدراجة ونوعها. قلنا العجلة بتساوي ايه؟ دلتا عين على الزين، دلتا عين اللي هي عين 2 ناقص عين 1 على الزين. عين 2 بكام؟ ب10 ناقص عين 1 معاك بصفر، على الزمن ب20 يطلع معاك بنص متر على الثانية تربيع. طب نوع العجلة موجب اهو، يبقى عجلة منتظمة تزايدية موجبة. خلي بالك بقى في الامتحان ممكن يضحك عليك، ممكن يجيب لك نص كده، نص ويقول لك متر على الثانية، أو يقول لك نص كده اهو، أو 5 من 100 متر على الثانية تربيع، أو نص متر على الثانية تربيع. واحد بقى يتلخبط يقول لي اول ما يشوف نص يقوم مختار نص متر على الثانيه، يا راجل وفي الاخر تطلع غلط. المفروض نص متر على الثانيه تربيع. خد بالك دي عجله مش سرعه، عشان الناس والله وطلبه شاطره بتقع في الحته دي، فيا ريت ناخد بالنا من الوحده، لان ساعات في الامتحان لو بيلعب على التركيز هيجيب لك سؤال زي ده ويلخبطك فيه. بيقول لك هنا الشكل المقابل، تحرك جسم من النقطه ايه، يعني الجسم بدأ الحركه بتاعته من النقطه ايه ثم عاد اليها مره اخرى. خلاص انت كده فهمت انا قصدي ايه. بيقول لك احسب بقى المسافة الكلية والسرعة القياسية والإزاحة الحادثة والسرعة المتجهة. تمام؟ والجسم ده عدى من سي وبي ودي. تمام؟ يعني عدى من A لحد B، بعد كده من B لسي، ومن سي لدي، ومن دي رجع لحد A تاني. جميل. فقال لك أول حاجة نحسب المسافة الكلية. المسافة الكلية هو مشي هنا 30 أهو، بعد كده مشي 60 متر، بعد كده مشي 30 متر، بعد كده مشي 60 تاني، هنا 60 تاني أهو. يبقى هو 30 زائد 60 زائد 30 زائد 60 يديك 180 متر، دي المسافة. طب السرعة القياسية مسافة على زمن، مسافة 180 على الزمن. اجمع هنا عندك 30 و20 50، 50 و10 60، 60 و30 90، يبقى على ال90 يطلع معاك ب2 متر على الثانية مباشرة. طب الإزاحة، هو قال لك عاد إليها مرة أخرى، يعني رجع تاني، يبقى الإزاحة بتاعتي بصفر، لأن موضع بداية الحركة هو موضع إيه؟ هو موضع نهاية الحركة، يبقى السرعة المتجهة برضو بصفر. طالما الإزاحة بصفر يبقى على طول السرعة المتجهة بصفر.
سؤال مباشر ما فيهوش اي حاجة. السؤال اللي بعده برضه ممكن يسألك على الزمن، يقول لك قطار بدأ رحلته الساعة 6 صباحا، فمتى يكون وصوله إذا كان القطار بيتحرك بسرعة 40 كيلو متر على الساعة ليقطع مسافة قدرها 200 كيلو أدي الف. يبقى أنت عايز الزمن من القانون أهو، من المثلث. أنا بنسى يا مستر يا عم، المثلث أهو، السرعة بتساوي مسافة على زمن. أنت عايز الزمن يبقى مسافة على سرعة أهو، مسافة 200 كيلو على الزمن على السرعة 40 يطلع معاك بخمس ساعات. طب هو بدأ الساعة 6 زائد 5 ساعات يبقى الساعة 11. 11 إيه؟ صباحا. سهلة ولا صعبة؟ سهلة. أسئلة على السرعة النسبية. يتحرك، المفروض دي شبه 80 تمام، عشان إيه المفروض تعدلوها. بيقول لك يتحرك قطارين على شريطين متوازيين في اتجاهين متضادين. طالما متضادين يبقى هجمع خلاص. تمام. بيقول لك فإذا كانت سرعة القطار الأول 65 كيلو متر على الساعة وسرعة القطار الثاني 80 كيلو متر على الساعة، احسب سرعة القطار الأول كما يلاحظها سرعة القطار الثاني. يبقى السرعة النسبية للقطار الأول بتساوي السرعة الفعلية للقطار الأول زائد سرعة القطار الثاني. ليه جمعت؟ قال لي عشان قال لي في اتجاهين متضادين. يبقى ال 65 زائد 80 145 كيلو متر على الساعة. خلصت. ممكن يجي لي بطريقة تانية، يقول لي احسب السرعة الفعلية لسيارة سرعتها النسبية 80 بالنسبة لمراقب بيتحرك عكس اتجاهها، يبقى هجمع بسرعة 30. يبقى انت عارف ان السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية زائد سرعة المراقب. جمعت ليه؟ لانهم عكس الاتجاه. طب هو مش عايز السرعة النسبية، هو عايز السرعة الفعلية من هنا. يبقى السرعة الفعلية بتساوي السرعة النسبية ناقص سرعة المراقب، وديها بعكس الإشارة. يبقى 80 اللي هي السرعة النسبية ناقص 30 اللي هي السرعة الفعلية، دي 50 كيلو متر على الساعة. يبقى السرعة الفعلية بتاعة العربية ب 50 كيلو متر على الساعة. تمام؟ دي كده معظم أفكار السرعة النسبية. طب لو قال لي في نفس الاتجاه بطرح. تمام؟ طيب. السؤال اللي بعده مهم جدا جدا وفيه خدعة. بيقول لك تحركت سيارة بسرعة منتظمة فقطعت مسافة قدرها 80 متر في 4 ثواني، ثم ضغط قائدها على الفرامل. ضغطت على الفرامل يبقى عين اتنين على طول وش كده بصفر، فاستغرقت 4 ثانية أخرى حتى توقفت تماما. اوجد قيمة العجلة خلال 80 متر الأولى وبعد الضغط على الفرامل. خلال ال 80 متر الأولى بصفر. ليه يا مستر بصفر؟ قال لك لأن الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة. أول ما تسمع كلمة سرعة منتظمة على طول يبقى العجلة بصفر، ما تفكرش. في ناس تروح تحسب ايه يا باغي، ما تحسبش حاجة، في الامتحان بيجيبها لك برقم. ركز، أول ما تسمع كلمة سرعة منتظمة يبقى العجلة بصفر. طيب بعد الضغط على الفرامل، واحد يقول لي هي أصلا أنا معيش السرعة الابتدائية. أقول له يا حبيبي معاك أهو، هنا مش جايبها لك بطريقة مباشرة أهو، مش جايبها لك بطريقه مباشره. تروح انت تحسب السرعه الابتدائيه بتساوي مسافه على زمن عادي، المسافه ب 80 على الزمن 4 ساعات يطلع معاك ب 20 متر على الثانيه. روح هات العجله عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 بكام؟ ما انت ضغطت على الفرامل يبقى بصفر. عين 1 لسه جايبها ب 20 على الزمن قال لك 4 ثواني يطلع معاك بسالب 5 متر على الثانيه. سالب يبقى العجله تناقصيه او عجله منتظمه تناقصيه. ليه؟ لان السرعه الابتدائيه اكبر من السرعه النهائيه، او السرعه النهائيه اقل من مين؟ اقل من السرعه الابتدائيه. جميل. بيقول لك هنا تحركت سياره من السكون في خط مستقيم. طالما سمعت من السكون يبقى عين 1 على طول كده بصفر. جميل. حتى بلغت سرعتها 12 متر على الثانيه، يبقى دي عين 2 بعد مرور 4 ثانية، يبقى ده الزمن. احسب العجلة اللي اتحركت بيها السيارة وحدد نوعها. مهم جدا السؤال ده. قال لي الجيم بتساوي عين 2 ناقص عين 1 على دلتا زين. عين 2 بكام؟ 12 ناقص عين 1 قلنا بدأ من السكون يبقى بصفر على الزمن 4 ثواني يديك 3 متر على الثانية تربيع. نوعها عجلة منتظمة تزايدية لأن السرعة النهائية أكبر من مين؟ أكبر من السرعة الابتدائية. سؤال تاني برضه، قطار بيتحرك بسرعة 30 متر على الثانية وعند استخدام الفرامل تحرك بعجلة تناقصية مقدارها 3 متر على الثانية. احسب الزمن اللازم لتوقف القطار. قال لي هي العجلة بتساوي ايه؟ عين 2 ناقص عين 1 على الدلتا زين. انت عايز الجيم، عايز الدلتا زين يبقى بدل، اعمل تبادل ما بين ده وده. يبقى الدلتا زين بيساوي عين 2 ناقص عين 1 على الجيم. عين 2 بكام؟ قال لي بصفر لأنه قال لك ضغط على الفرامل. ناقص عين 1 ب 30 هو قايلها لك على جيم. واحد يقول لي الجيم ب3. يا جدع يا جدع الله يرضى عنك ركز، هو بيقول لك عجله تناقصيه، عجله تناقصيه يبقى المفروض على -3 يطلع معاك ب 10 ثواني. خد بالك الله يرضى عنك، محدش يعملها لي 3، محدش يعملها لي 3. لو عملتها ده تطلع معاك ب10 يا راجل. هو في زمن بالسالب؟ خد بالك من الحته دي. هو قال لك عجله تناقصيه، اول ما تسمع كلمه تناقصيه خلاص يبقى ايه؟ يبقى سالب، سالب على طول. نكمل. اخر سؤالين معانا في الوحده الجميله دي. بيقول لك هنا في الشكل المقابل بدأ جسم حركته من النقطة إيه؟ إلى النقطة ج. من النقطة ألف، آسف الواحد عودة الإنجليزي. إلى النقطة ج. تمام. مرورا بالنقطة باء.
تمام. ثم عاد الى النقطه الف مره اخرى، يعني رجع تاني. احسب المسافه، هتقول لي 6 زائد 8 زائد 10، دي المسافه اللي مشيها، يطلع معاك ب 24 متر. عايز الازاحه، قال لي مش انت قلت رجع للنقطه تاني الف، رجع لالف تاني، يعني بدا الحركه من الف ونهى الحركه عند الف، يبقى نقطه البدايه هي نقطه النهايه، يبقى بصفر على طول. السؤال اللي بعده مهم جدا يا شباب ورسم بياني، جايب لي علاقه بين السرعه وبين الزمن. ماشي، يبقى اكيد هو كده راسم عجله. عايز بيقول لك صف حركه الجسم في الفتره اي بي. من A ل B الجسم هنا بيتحرك بعجله منتظمه تزايديه زي ما انت شايف. مقدارها كام؟ واحد يقول انا اجيب ازاي العجله؟ قال لي بص يا عم الحاج، قال لك السرعه الابتدائيه اللي بدأ بيها هي من تحت صفر، والسرعه النهائيه اللي وصل لها زي ما انت شايف اهي كده قدامك اهي 30. طيب يبقى انا كده معايا السرعه الابتدائيه بصفر والسرعه النهائيه ب 30، يبقى عين 2 ناقص عين 1 يبقى 30 يا مستر ناقص صفر على الزين. هجيب الزمن ازاي؟ قال لي اهو، ما الزمن بتاعك اهو، هو الجسم هنا نهى الحركه بتاعته عند زمن كام؟ عند زمن 10. اعملها على الاله الحاسبه يطلع معاك ب 3 متر على الثانيه تربيع، لان هنا عجله تزايديه. طب جميل جميل جميل، صعبه ولا سهله؟ سهل. طيب بيقول لك في فتره بي سي، ركز كده، بي سي هنا الجسم ايه اللي حصل له؟ واحد يقول لي ساكن، ساكن ازاي؟ انا بقول لك السرعه مش المسافه. يبقى بي سي، يبقى الجسم هنا بيتحرك بسرعه منتظمه، يعني العجله بتاعته هنا كانت بصفر، ما بيغيرش سرعته. طب احسب العجله او صف حركه الجسم في فتره من سي لدي. بص بص، من سي لدي دي كده السرعه النهائيه كانت 30، ها ناقص ناقص انزل انزل على السرعه الابتدائيه بتاعتك بقت بصفر، يبقى السرعه الابتدائيه بتاعتي ب 30 هنا، والسرعه النهائيه بصفر. تمام. السرعه الابتدائيه ب 30 والسرعه النهائيه بتاعتي بصفر، لان هنا نزل عند الصفر. طب الزمن نفس الزمن، نفس العجله بتلاته، بس هو هنا بيحصل له ايه؟ بيتناقص، يبقى عجله تناقصيه مقدارها سالب 3 متر على الثانيه، انما هنا كان بيزيد فقلنا موجب 3 متر على الثانيه. في اي مشكله؟ دي كده الرسمه، وممكن تيجي لك برده واحده تانيه زيها مهمه جدا جدا، وراجع وعيد عليها مره تانيه ورجع الفيديو لو انت ما فهمتهاش، مهمه جدا جدا يا شباب. وبكده نكون خلصنا الوحده الاولى، يلا بينا نخش على الوحده الثانيه ما نضيعش وقت. بيقول لك اكتب المصطلح العلمي، ظاهرة ارتداد الضوء في نفس الوسط عندما يقابل سطح عاكس. طالما الضوء ارتد يبقى ده كده انعكاس الضوء، يبقى ارتداد الضوء يبقى ده كده الانعكاس. الزاوية المحصورة بين مين بقى؟ ركز، بيقول لك بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام. اول ما اقول لي شعاع ضوئي ساقط وعمود مقام يبقى كده دي زاوية السقوط. طب الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي منعكس وعمود مقام يبقى زاوية الانعكاس. سهلة اهي. مرايا سطحها العاكس جزء من سطح كرة جوفاء، يبقى دي مرايا الكرية أو بيسموها في بعض الأحيان كده كروية في بعض الكتب. نقطة وهمية تتوسط السطح العاكس للمراية، دي قطب المراية. النقطة اللي في نص السطح العاكس دي اسمها القطب بتاع المراية. وسط شفاف كاسر للضوء يحد سطحين كريان، اللي هو كورة كده وكورة كده، يبقى دي العدسة. نقطة وهمية في باطن العدسة تقع على المحور الأصلي لها في منتصف المسافة بين وجهين. نقطة وهمية يبقى ده المركز البصري، أول ما تسمع كلمة نقطة وهمية في العدسة يبقى ده المركز البصري. نقطة بتجمع الأشعة المنكسرة أو الامتداد بتاعها يبقى دي الإيه؟ البؤرة. أول ما يقول لك النقطة اللي بتجمع الأشعة بؤرة. قطعة ضوئية شفافة رقيقة عند منتصفها تعمل على تفريق الأشعة، دي العدسة المقعرة. طالما بتفرق الأشعة وقطعة ضوئية شفافة، ركز، أول ما يقول لك رقيقة من النص وسميكة من الطرفين يبقى عدسة مقعرة. طب سميكة من المنتصف ورقيقة من الطرفين يبقى دي عدسة محدبة. يبقى تاني، رقيقة من المنتصف وسميكة من الطرفين مقعرة. طب سميكة من النص ورقيقة من الطرفين يبقى دي العدسة المحدبة. خد بالك وفرق بينهم. قال لك عدسات رقيقة من البلاستيك الشفاف بتوضع على قرنية العين عشان تصحح عيوب الإبصار، دي اسمها العدسات اللاصقة، بيقولوا عليها اللينسز. المستقيم المار بين مركزي وجهي العدسة مار بمركزها البصري، ده بنقول عليه المحور الأصلي للعدسة، ده بيوصل بين المركز بتاع وجهي العدسة. أكمل. بيقولك الشعاع الضوئي الساقط موازيا للمحور الأصلي لمراية مقعرة بينعكس فين؟ مرا بالبؤرة. طالما جه موازي كده بينعكس أهو مرا بالبؤرة بالمنظر ده. هنا بقى لو راسمين بقى مراية وراسمين هنا البؤرة، تمام. الشعاع الضوئي الساقط مرا بالبؤرة من عدسة محدبة بينكسر موازي. طالما الشعاع جه موازي بينعكس مرا بالبؤرة. طب جه مرا بالبؤرة بينعكس موازي. طب الشعاع الضوئي الساقط مرا ببؤرة العدسة بينكسر موازي. طب هو جاي موازي بينكسر مرا بالبؤرة. تمام؟ في أي مشكلة؟ قال لك هنا الشعاع الضوئي الساقط العكس دايما، هو جه موازي كده في المراية هينعكس مرا بالبؤرة. طب هو جاي مرا بالبؤرة هينعكس موازي. تمام؟ اللي جالك هات العكس بتاعه. الشعاع الضوئي الساقط مرا بمركز تكور المراية، طالما عدى على مركز تكور المراية يبقى بينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار، لأن زاوية السقوط بتساوي الانعكاس بتساوي صفر.
طيب قال لك استخدم ارشميدس مرايا ايه لحرق اشرعه السفن. قلنا ارشميدس استخدم مرايا مقعره. يحتاج الشخص المصاب بقصر النظر، قلنا قصر النظر وان الصوره بتتكون فين؟ على الشبكيه. يبقى النضاره عايزه عدسه مقعره عشان تفرق الاشعه، انما اللي عنده طول نظر عايز عدسه محدبه عشان تجمع الاشعه. طيب بيقول لك اذا سقطت حزمه من الاشعه المتوازيه على عدسه مقعره وكانت موازيه لمحورها الاصلي، فان الاشعه تنفذ من العدسه المقعره متفرقه وكانها صادره من نقطه البؤره. تمام؟ لان اصلا لو الجسم واقف على البؤره بتتكونوش صوره، فهو بيقول لك الاشعه تنفذ متفرقه وكانها جايه من نقطه البؤره بالظبط. طيب الصوره نقط هي الصوره التي يمكن استقبالها على حائل. طالما عرفت تستقبلها على حائل يبقى دي صوره حقيقيه. طب الصوره اللي ما تقدرش تستقبلها على حائل دي اسمها صوره تقديريه. الصوره المتكونه بواسطه العدسه المقعره والمرايه المحدبه. قال لي عدسه مقعره دايما ومرايه محدبه بيطلعوا صوره تقديريه مصغره معتدله، دي حاجه محفوظه. الصورة المتكونة بمراية مقعرة وعدسة محدبة بتكون غالبا حقيقية. واحد يقول لي ليه؟ هقول له لأن ساعات الصورة بتيجي من امتداد الأشعة فبتبقى تقديرية. زي مثلا لو الصورة أو الجسم بتاعك على بعد أقل من البعد البؤري فالصورة بتاعته تطلع تقديرية. المراية الكرية لها نقط واحد، محور أصلي واحد وعدد لا نهائي من المحاور مين؟ الثانوية. نص قطر تكور المراية أو العدسة بيساوي نقط البعد البؤري ضعف البعد البؤري. دايما أنت عارف إن نص القطر بيساوي ضعف البعد البؤري. طب البعد البؤري بيساوي مين؟ نق على الاتنين. طيب بيقول لك عندما يوضع الجسم نقط عند العدسة المحدبة أو المراية المقعرة لا تتكون له صورة لو وقف عند البؤرة بالظبط. لو أنت واقف عند البؤرة مستحيل تتكون لك صورة. بيقول لك الشخص السليم بيشوف الأجسام بوضوح بين مين ومين؟ 25 سم لحد 6 متر. تمام؟ لو انت يعني غير القيمه دي يبقى انت عندك يا اما قصر نظر يا اما طول نظر. علل ومهم جدا علل. بيقول لك هنا يمكن حساب البعد البؤري لمرايه مقعره بمعرفه نص قطرها. هتقول لان البعد البؤري بيساوي ايه؟ نص قطر المرايه. نص قطر مين؟ المرايه. قال لك تكتب كلمه اسعاف معكوسه. اللي احنا بنكتب كلمه اسعاف معكوسه هتقول له عشان يراها قائد السيارات الاخرى مضبوط، عشان لو واحد لما يجي يبص في المرايه يشوفها معدوله فيسرعوا باخلاء الطريق. توضع مراية محدبة على يسار السائق. ليه السواق وهو ماشي بالعربية في مراية على شماله محدبة؟ قال لك لكشف الطريق خلفه. تمام؟ هيستعمل على تكوين صورة معتدلة مصغرة للطريق عشان تكون صورة خلف ايه المراية وبالتالي يقدر ان هو يشوف الطريق بتاعه وما يعملش حوادث. طب الصورة المتكونة في المراية المحدبة مالها؟ قال لي لا يمكن استقبالها على حائل لان صورتها بتكون تقديرية. تمام؟ تتكون من تلاقي امتدادات الأشعة الضوئية المنعكسة. بيقول لك هنا اذا وضع جسم عند بؤره عدسه محدده مش بتتكون ليه صوره. ليه لو حطيت الجسم عند البؤره مش هيتكون؟ قال لك لان الاشعه تنفذ مالها متوازيه. زي ما قلنا يا شباب لان الاشعه بتنفذ متوازيه الى ما لا نهايه ومستحيل الاشعه تتقابل. يعني كأن الشعاعين كده ماشيين مع بعض مستحيل هما الاثنين يتقابلوا اصلا. بيقول لك العدسه مركزي تكور بينما للمرايه مركز تكور واحد. قال لك لان العدسه ليها سطحان كريان بينما المرايه ليها سطح كري واحد. يعني دي المرايه من كره واحده انما العدسه من كرتين. قال لك العدسه المحدبه السميكه بعدها البؤري اقل من البعد البؤري للمحدبه الرقيقه. ليه؟ هتقول لان بؤره العدسه السميكه بتكون قريبه للمركز البصري انما الثانيه بتكون بعيده عن المركز البصري. توضع في زوايا الطرق الضيقه مرايه محدبه. ليه؟ قال لي عشان نتابع حركه العربيه اثناء مرورها في الطرق لتجنب الحوادث. بيقول لك توضع في اماكن انتظار السيارات اللي هي الجراشات مرايه محدبه لتتمكن من الاصطفاف اللي هو حد يعرف يركن يعني. بيقول لك توضع على ارصفه السكك الحديديه والمترو مرايه. قال لك يتمكن السائق ان هو يفتح ويقفل الابواب دون اصابه الركاب عشان ما يقفلش باب على حد بيركب، يكون شايف الناس وهي بتركب ويعرف يفتح ويقفل الباب بالظبط. بيقول لك يتم تصحيح طول النظر باستخدام عدسه محدبه لان هي بتجمع ايه؟ بتجمع الاشعه قبل دخولها للعين لانها بتتكون عقل الجسم على الشبكيه. ممكن تصحيح كسر النظر زي ما احنا قلنا كسر النظر لتفرق الاشعه قبل دخولها للعين عشان الصوره بتتكون على الشبكيه. تمام؟ لكي تتكون الصوره واضحه للجسم على مين؟ على الشبكيه. إصابة العين بمرض المية البيضاء بسبب مين؟ بسبب الاستعداد الوراثي. ممكن يكون وراثة أو كبر السن أو كمان الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة أو ممكن كمان خد دواء معين فحصل له إيه؟ فحصل له المشكلة دي. ماذا يحدث؟ تقريب جسم لمراية مستوية. قال لي إيه اللي هيحصل؟ هيقل بعد الصورة عن سطح المراية. طالما عمال تقرب الجسم يبقى بعد الصورة هيقل. قال لك وضع مراية مستوية على يسار السائق. قال لي ايه اللي هيحصل؟ قال لي لن يتمكن السائق من كشف الطريق كامل من خلفه لان الصورة هتكون معكوسة مساوية لجزء بس من الطريق. قال لك سقوط شعاع ضوئي مرة بمركز تكور. طالما عدى على مركز تكور مراية مقعرة يبقى هينعكس على نفسه ان زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. وضع جسم على بعد اقل من البعد البؤري هتتكون له صورة ايه؟ هتتكون له صورة تقديرية معتدلة مكبرة. سقط شعاع ضوئي مرة بالمركز البصري. قال لي هينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. هي العدسة
وده المركز البصري. لو الجسم عدى كده هينفذ دون ان يعاني اي انكسار. يقول لك نقص تحدب سطحية عدسة العين او نقص قطر كرة العين، ده هيخليك يصاب بطول النظر. طالما تحدب العين نقص يبقى كده هيبقى عندك طول نظر. طب لو زودت تحدب سطحي العين، قال لي يصاب الانسان بقصر النظر. اذكر قانون انعكاس الضوء. قلنا اول حاجه ان زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس. القانون الثاني ان الشعاع الضوئي الساقط والشعاع الضوئي المنعكس والعمود المقاوم زي ما قلنا من نقطه السقوط على السطح العاكس كلهم في مستوى واحد، اللي هو عمودي على مين؟ عمودي على السطح العاكس. عايز خواص الصوره اللي بتتكون بالمرايه المستويه؟ معتدله ومساويه للجسم ومعكوسه وتقديريه، اللي هي المرايه اللي عندك في البيت. بعد الجسم عن سطح المرايه بيساوي بعد الصوره عن سطح المرايه. جميل. كمان المستقيم الواصل بين الجسم والصورة بيكون عمودي على سطح المراية. طيب بيقول لك اذكر أهمية أو وظيفة يعني. هنشوف الأهمية. أهمية المراية المحدبة ليها 4 أهميات. أول حاجة تثبت على يمين ويسار السائق لكشف الطريق خلفه، حيث تعمل على تكوين صورة معتدلة مصغرة للطريق. كمان بتوضع في زوايا الطرق الضيقة عشان نتابع مين يا شباب؟ عشان نتابع حركة السيارات أثناء مرورها لتجنب مين؟ لتجنب الحوادث. كمان توضع في اماكن انتظار السيارات اللي هي الجراشات، تمكن من الاصطفاف اللي هو يركن يعني تحت. كمان تستخدم في مراكز التسوق اللي بتحتاج لمعدلات امان عاليه. طب العدسات اللاصقه بتصحح عيوب الابصار. في اي مشكله؟ طيب هنا بيقول لك قارن ما بين قصر النظر وطول النظر. مهم جدا يا شباب، برضو ممكن يسالك عليه في الامتحان ولازم يجي لك اصلا سؤال عليه. قال لك قصر النظر تعريفه، وقلنا عباره عن عيب بصري بيؤدي الى رؤيه الاجسام القريبه بوضوح والبعيده مشوهه او غير واضحه. ده بيخلي ان انت تشوف الاجسام القريبه بوضوح، انما البعيد لا ما بتشوفوش. انما طول النظر بيخليك تشوف الاجسام البعيده بوضوح والقريبه كانها مشوهه او غير واضحه. اسباب قصر النظر، قال زياده قطر كرة العين، القطر بتاع العين كبير شويه، وكمان زياده تحدب سطحيه عدسه العين فيكون بعدها البؤر صغير. انما طول النظر العكس، نقص قطر كرة العين او نقص تحدب سطحيه عدسه العين فبعد البؤر بيكون كبير. موضع الصوره هنا قلنا امام الشبكيه، لسه قايلينها قبل كده، انما ده خلف الشبكيه ورا الشبكيه. تصحيحه ده بصحح قصر النظر بعدسات مقعره عشان تبدا تفرق الاشعه، انما طول النظر بعدسات محدبه عشان تجمع الاشعه. السؤال بعد كده بيقول لي اوجد زاويه السقوط. جايب لي 3 رسومات هنا وعايزني اجيب زاويه السقوط. طب بالراحه. قال لك هنا ده كده الشعاع الضوئي مين؟ ده الشعاع الضوئي الساقط. جميل. قال انا بعمل في النص عمود مقاوم، ده الشعاع الضوئي المنعكس لازم تحدد الاول مين الساقط ومين المنعكس. قال لي طب العمود المقاوم في النص بالظبط يبقى هنا 55 درجه وهنا 55 درجه. هو عايز زاويه السقوط، يبقى زاويه السقوط ب 55. طب هنا عايز زاويه السقوط، قال لي ما الشعاع نازل عمودي بينعكس على نفسه، يبقى مفيش زاويه سقوط اصلا بصفر. قال لي هنا عايز زاويه السقوط، قال لي طب ركز، قال لي هنا ده الشعاع الضوئي الساقط، حدد. انا بشوف السهم نازل كده يبقى ساقط، يبقى ده كده انا هعمله انا المنعكس اهو، ادي كده ده المنعكس، وفي النص اهو العمود المقاوم. قال لي الزاويه دي هي الزاويه المحصوره بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقاوم، لا ده دي الزاويه المتممه ليها، يبقى هنا 50 المفروض عشان كله يبقى 90، يبقى دي كمان 50. هو عايز السقوط اللي هي دي يبقى ب 50. خلصت. اسئله سهله. بيقول لك هنا من الاشكال التاليه، جايب لي شكل 1 وشكل 2 وشكل 3. بيقول لي مين الاشكال دي بيمثل عين سليمه؟ هبص على شكل رقم 1، والصوره متكونه هنا فين؟ بص هنا، يبقى ده كده قصر نظر، انما هنا جايه بعد الشبكيه يبقى ده كده طول نظر، انما ده اللي جايه عند الشبكيه بالظبط يبقى ده العين سليمه، يبقى السليمه رقم 3 لان الصوره اتكونت على الشبكيه. طب اي بيمثل عين مصابه بكسر النظر؟ ده لان الصوره اتكونت اهي، بص فين قبل اهي، يبقى هنا ده رقم 1 يمكن تصحيح كسر النظر بعدسه مقعره. مين اللي عنده طول نظر؟ الصوره اتكونت اهي، بص فين، يبقى ده كده رقم 2 اتكونت بعد الشبكيه، لان احنا قايلين اهو الصوره خلف الشبكيه وهنا امام الشبكيه، هنا بص قدام الشبكيه بالظبط، انما هنا خلف الشبكيه وراها، فده كده قصر نظر وده كده طول نظر. 1 قصر نظر و2 طول نظر. يمكن تصحح قصر النظر بعدسه مقعره، انما طول النظر بعدسه محدبه. جميل. بيقول لك ما نوع عيب الابصار المصحح في اللي قدامك؟ ها، انت بصيت هنا لقيت عدسه مقعره، طالما عدسه مقعره يبقى ده كده قصر نظر. لقيت هنا عدسه محدبه يبقى ده اكيد طول نظر، خلاص مباشر. ما موضع الصوره المتكونه قبل استخدام العدسه؟ قصر النظر بتتكون قدام الشبكيه، انما طول النظر خلف الشبكيه يعني وراها. القطعه الضوئيه اللي قدامك دي، القطعه الضوئيه اللي قدامك دي مالها؟ بص اهي، يبقى دي عدسه محدبه. بعد الصوره المتكونه عن القطعه الضوئيه بيساوي طبعا ضعف بعدها البؤري، حليناها قبل كده. قال لك هنا شويه مسائل مهمه جدا. وضع جسم على بعد 5 سم من مرايه كريه نص قطرها 11، فتكونت له صورة مكبرة لم يمكن استقبالها على حائل. ممكن واحد هنا يبقى غبي، هقول لك مين بقى الغبي اللي ممكن يعمل حركة تسرع، يقول لك طالما الصورة مكبرة ما اقدرش استقبلها على حائل يبقى دي كده صورة تقديرية، وطالما صورة تقديرية يبقى دي كده مراية محدبة. يا بني آدم، هو انت حسبت البعد البؤري؟
هو البعد البؤري بكام؟ قال لي بقى البعد البؤري بيساوي نق على الاتنين، نص قطرها على الاتنين، يبقى البعد البؤري ب5.5. طب هو بيقول لك هنا هي على بعد 5 سم، يبقى هي على بعد اقل من البعد البؤري، وطالما على بعد اقل من البعد البؤري بتتكون ليها صوره مكبره ما اقدرش استقبلها على حائط. يبقى دي مرايه مكعره عاديه جدا، والسبب لان الصوره المتكونه بالمرايه المكعره بتكون تقديريه معتدله مكبره لو الجسم على بعد اقل من البعد البؤري. هو واقف على 5 يبقى هو اقل من البعد البؤري، فهيتكون له صوره تقديريه. انما دي مش مرايه محدبه يا فالح، خد بالك لازم تحسب البعد البؤري عشان تعرف هو واقف قبليه ولا بعديه، عشان تحدد خواص الصوره. ركزوا الله يرضى عنكم. طب بيقول لك هنا السؤال التاني، اذكر موضع الصوره المتكونه. الصوره هتكون خلف المرايه ورا المرايه لانها صوره تقديريه ما اقدرش استقبلها على حائط. طب خواص الصوره المتكونه تقديريه معتدله مكبره، تقديريه ومعتدله ومكبره. السؤال التاني بيقول لي وضع جسم على بعد 10 سم من المركز البصري العدسه، فتكونت له صوره حقيقيه مصغره، وعند تحريك الجسم 4 سم قدام العدسه اتكونت ليه صوره حقيقيه مساويه. تمام، يبقى دي كده عدسه محدبه اكيد، طالما الصوره حقيقيه بعدسه محدبه. جميل. قال لك السبب لان الصوره متكونه بتكون حقيقيه بالعدسه المحدبه. خلصت وش. احسب البعد البؤري للعدسه. هو قال لك بص يا عم الحاج، قال لك احنا عايزين نحسب النق، ما هو مش مديك النق. هو النق بيساوي ايه؟ قال لي انت حطيت الجسم على بعد 10، بعد كده حركته 4 باتجاه العدسه، يبقى هطرح، يبقى يديني 6 سم، هطرح دي وناقص دي عشان اجيب النق. طب انا عايز البعد البؤري، ما انت عارف ان البعد البؤري بيساوي نق على الاتنين، يبقى النق انا جايبها ب6 على الاتنين، يبقى كده البعد البؤري ب3 سم. خلصت. سؤال مباشر وبسيط. هنا بيقول لك في الشكل المقابل وضع جسم بين عدسة محدبة بعدها البوري 5 ومراية بعدها البوري 5. يا عم الحاج الجسم واقف هنا عند ايه؟ عند الحتة دي. خلاص الجسم واقف قدامك اهو، يبقى انت عارف ان الجسم ده هيتكون له صورة مساوية. انت واخد بالك معايا؟ بيقول لك ان البعد البوري بتاع العدسة ب5 والبعد البوري بتاع المراية ب5 والجسم واقف في النص هنا، يبقى كده هيتكون له صورة معتدلة. الجسم طالما واقف في المكان ده يبقى الصورة بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى تحتيه، يبقى حقيقية ومساوية للجسم ومقلوبة. طب بالعدسة حقيقية ومساوية للجسم ومقلوبة برضه، الاتنين نفس الحاجة لأن الصورة بتاعت الجسم هنا هتتكون تحتيه بالظبط. طيب احسب المسافة بين الصورة المتكونة للجسم بالعدسة والصورة المتكونة ليه بالمراية. 20 بمجرد النظر. ازاي؟ لأن الصورة هنا هتتكون هنا يا شباب، هتتكون عند الجسم، فالمسافة هنا 10 و10 برضه، ولو الصورة هنا اتكونت عند العدسة برضه تبقى 10 و10. تمام؟ 20. ماذا يحدث لما لو بدلنا المراية المقعرة بمراية مستوية؟ ها، بالنسبة إلى خصائص الصورة المتكونة قال لك هتبقى الصورة معتدلة وتقديرية ومساوية للجسم لو أنت غيرتها بمراية مستوية. تمام؟ في أي مشكلة يا شباب في الحتة دي؟ سؤال سهل وبسيط، الأسئلة دي بتيجي كتير جدا في الامتحان، بمجرد النظر على طول أنت عرفت إن الصورة هتتكون تحت الجسم على طول مساوية للجسم، من الموضع بتاعه بيبان. في أي مشكلة يا شباب في الحتة دي؟ أظن الموضوع بسيط وسهل وما فيهوش أي حاجة. نخش بعد كده على الوحدة التالتة. مهمة جدا الوحدة التالتة، ونجمع لك برضو الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. بيقول لك هنا الفضاء الذي يحتوي على جميع المجرات والنجوم والكواكب والكائنات الحية ده الكون. أول ما تسمع كلمة الفضاء الواسع اللي فيه المجرات والنجوم والكواكب يبقى ده كده على طول الكون. طيب مجموعة النجوم اللي بتدور معا في الفضاء بتأثير الجاذبية دي المجرات، طالما مجموعة من النجوم بتلف يبقى دي مجرات. طب مجموعة المجرات اللي بتدور معا في الفضاء طالما مجرات مع بعضها يبقى دي اسمها عناقيد المجرات. وقلنا إن المجرات بتتجمع وبتعمل عنقود زي عنقود العنب كده. وحدة تستخدم لقياس المسافة، قلنا السنة الضوئية اللي أنا بستخدمها عشان أقيس المسافة بين الأجرام، قلنا بستخدم السنة لأن المسافة بين الأجرام بتكون شاسعة جدا يعني كبيرة جدا، فما ينفعش أقيسها بالكيلو ولا بالمتر، ما ينفعش، لازم الإيه السنة الضوئية. القوة اللي بتتحكم في مدارات الكواكب حوالين الشمس قوة جذب الشمس. تقع في أحد الأذرع الحلزونية لمجرة درب الدبانة مين؟ قلنا المجموعة الشمسية، سهل. التباعد المستمر بين المجرات فاكر ده قلنا تمدد الكون، وعملنا ساعتها تجربة وقلنا لك التجربة اللي هي بتجيب عجينة ونحط فيها قطع شوكولاتة فبيحصل لها تباعد. تمام. نظريه بتفسر نشأة الكون، اول ما تسمع نظريه بتفسر نشأة الكون يبقى دي كده على طول نظريه الانفجار العظيم مفيش غيرها. كرة غازية متوهجة السديم، في كلمة على طول من اول ما تسمع اول كلمة تعرف الاجابة على طول، طالما كرة متوهجة يبقى ده السديم. اكمل. بيقول لك بتتجمع نقط معا عشان تكون المجرات مين؟ يبقى دي النجوم اللي عددها قد ايه؟ قال لك 100,000 مليون مجرة. يبقى احنا عندنا في الكون 100,000 مليون كام؟ 100,000 مليون مجرة. يختلف شكل المجرات حسب ايه للنجوم؟ حسب الترتيب بتاع النجوم والتناسق، لان ترتيب وتناسق النجوم في مجرة غير المجرة التانية. بيقول لك هنا يعتقد العلماء ان مادة الكون كانت كرة ايه؟ غازية مرتفعة الضغط ودرجة الحرارة اسمها السديم زي ما احنا عارفين وانفجرت. تلاحمت الجسيمات الذرية مكونة غازي مين؟ الهيدروجين والهيليوم. ركز بنسبة كام لكام؟ 75 ل 25، يعني بنسبة 3 إلى 1، ممكن يجيبها لك كده وممكن يجيبها لك كده. اللذان أنتج المجرات ومين؟ والكون.
المجرة هي نقط الكون وحدة بناء الكون. وتتجمع النجوم فين في مركز المجرة؟ قلنا في المركز النجوم القديمة، وبيدور حولها النجوم الحديثة. اكبر نجم ممكن تشوفه هو مين؟ هو الشمس، بيدور حواليه 8 كواكب. قلنا الكوكب التاسع كان المفروض هو اسمه كوكب بلوتو، بس استبعدناه لانه كان بعيد قوي عن الشمس وخرج اصلا من المجموعة الشمسية. تستغرق الشمس حوالي قد ايه سنة عشان تكمل دورة واحدة؟ قلنا 220 مليون. طيب كلما زاد بعد الكوكب عن الشمس نقط قوة جذب الشمس ليه هتقل، طالما بيبعد يبقى هيقل ايه؟ قوة الجذب، ولما تقل قوة الجذب هيبقى سرعته أبطأ، علاقة عكسية. العالم لابلاس أسس نظرية مين؟ السديم، كانت لابلاس. بينما العالم فريد هاول أسس النظرية الحديثة، فريد هويل آسف. بينما تشامبرلين ومولتن أسس نظرية النجم مين؟ النجم العابر، فريد هويل يا شباب. تمام، يبقى خلي بالك، كانت لابلاس أسس نظرية السديم، فريد هويل النظرية الحديثة. طب تشامبرلين ومولتن نظرية النجم العابر. طب افترضت نظريه لابس ان السديم فقد حرارته بمرور الزمن مما ادى الى نقص حجمه وزياده سرعه دورانه حوالين مين؟ حوالين المحور بتاعه. قال لك لما هو فقد الحراره بتاعته بدا ايه؟ الحجم بتاعه يقل، وبالتالي سرعته بتزيد حوالين المحور. نشر العالم لابلاس بحث بعنوان اسمه ايه؟ اسمه نظام العالم، اللي بتصور فيه نشاه المجموعه الشمسيه. اطلق تلسكوب هابل عام كام؟ 1990 ميلاديا على ارتفاع 500 كيلو من سطح الارض، حيث يرصد صورا للكون يرجع عمرها الى ملايين السنين. تلسكوب هابل ده يا شباب اللي كان بيطلع ايه؟ وبيجيب صورة من الفضاء عمرها ملايين السنين، يعني حاجات قديمة جدا وصور ايه ما بنقدرش اصلا نجيبها يعني في الطبيعة. طيب يقول لك هنا السؤال الثالث، علل لما يأتي. تقاس المسافات بين الأجرام السماوية بالسنة، لسه قايلينها، قلنا لأن المسافات بين الأجرام بتكون ايه يا شباب؟ بتكون المسافات بين الأجرام كبيرة جدا، فبالتالي مش بقدر ان انا اقيسها بالمتر ولا بالكيلو. تتخذ كل مجرة في الكون شكل مميز، هتقول له الاختلاف ترتيب وتناسق فين؟ المجموعات النجوم. الكون في حالة تمدد مستمر لتباعد المجرات عن بعضها لحركتها المنتظمة، عشان دايما المجرات بتتحرك فبالتالي بتبعد عن بعض. بقاء الكواكب السيارة في أفلاكها قال بسبب قوة مين؟ جذب الشمس. فقد السديم شكله الكروي وتحول إلى قرص مسطح دوار، ليه؟ قال لك عشان هو بسبب القوة الطاردة المركزية الناشئة عن دوران السديم. السديم عمال يلف، فالقوة الطاردة المركزية خلت الحجم بتاعه يقل وبالتالي سرعته تزيد. انفجار بعض النجوم ادى الى ايه؟ او علل ليه انفجار بعض النجوم؟ لحدوث تفاعلات نوويه فجائيه عنيفه، لان النجوم دي حصل فيها تفاعلات نوويه، التفاعلات دي كانت عنيفه جدا، فبالتالي خلت النجوم تبدا ان هي تنفجر. ما النتائج المترتبه على او ماذا يحدث الى تلاحم الجسيمات الذريه بعد دقائق؟ ترى لما تلاحمت عملت ايه؟ قلنا كونت كره غازيه من الهيدروجين والهيليوم بنسبه 75 ل 25، بعد كده اللي هم عملوا الكون اصلا. قال لك فقد السديم حرارته تبع لنظريه لابلاس، قال تقلص حجمه فزادت سرعه دورانه حوالين مين؟ المحور بتاعه. اقترب نجم عملاق من الشمس، عمل ايه؟ قال لك خلى الشمس تمدد جانب من الشمس، قلنا لما قرب من الشمس خلى جزء من الشمس كده يتمدد بجانب النجم العملاق ده. اذكر الرقم الدال، الارقام دي مهمه جدا، الارقام دي مهمه جدا جدا. اول حاجه عدد المجرات في الكل لسه قايلينها 100,000 مليون مجره. طيب عدد النجوم كم نجم عندي؟ قلنا واحد اللي هو الشمس. عدد الكواكب قلنا 8 كواكب. الفترة الزمنية اللازمة لدوران الشمس قلناها 220 مليون سنة. السنة الضوئية 9.46 في 10 أس 12 كيلو متر، ده رقم، الأرقام دي ثابتة يا شباب. عمر الكون قلنا إيه؟ 15,000 مليون سنة. نسبة غاز الهيدروجين 75% اللي هي 3. درجة حرارة الكون بعد مرور عدة دقائق من الانفجار 10,000 مليون درجة مئوية. تكون نجم الشمس بعد قد إيه؟ بعد كام؟ بعد 10,000 مليون سنة من لحظة الانفجار العظيم. مجرة درب الدبانة خدت الشكل القرصي بتاعها بعد قد إيه؟ بعد 5,000 مليون سنة من مين؟ من لحظة الانفجار. الأرقام دي مهمة وثابتة. اذكر أهمية أو وظيفة تلسكوب هابل، رصد صور للكون بيرجع عمرها إلى ملايين مين؟ إلى ملايين السنين. التلسكوب الشمسي قال دراسة الشمس من خلال دراسة أطيافها، اللي الشمس بتقعد تطلع مجموعة من الأطياف ألوان مختلفة كده، فأنا بدرس الشمس من خلال الأطياف أو الضوء اللي بيخرج منها ده. هنا بيقول لك بقى وجه المقارنه بين نظريه السديم والنجم العابر والحديثه. طب النظريات دي ممكن يجي لك بينهم مقارنه في الامتحان. صاحب نظريه السديم قلنا العالم لابلاس، اسمه اصلا كانت لابلاس. النجم العابر تشامبرلين ومولتن. الحديثه فريد هويل. اصل المجموعه الشمسيه في نظريه السديم اللي هي السديم من اسمها. النجم العابر ان كان في نجم عملاق او كبير جنب الشمس. النظريه الحديثه ان كان في نجم اخر غير الشمس. طب مين هو النجم ده؟ يعمل حاجه؟ قال لك لا والله هو نجم وخلاص، ما وضحش. الصورة اللي جاية دي مهمة جدا جدا جدا، بتعبر عن المجرة اللي بتنتمي إليها المجموعة الشمسية، اللي هي مجرة درب التبانة، مفيش غيرها. مجرة درب التبانة أو بنقول عليها مجرة الطريق اللبني. أول ما تشوف مجرة في الامتحان على طول دي درب التبانة على طول. نوع المجرة دي قلنا حلزونية أو لولبية زي ما أنت شايف. اكتب بقى ما تشير إليه الحروف. إكس دي اللي هي في المنتصف، يبقى ده كده النجوم القديمة اللي هي موجودة في مركز المجرة. واي دي إيه؟ بص بيشاور لك فين؟ على الاذرع الحلزونيه بتاعه المجره. طب الزد، بص على الزد هنا اهو، الحته دي كانت فيها المجموعه الشمسيه، اللي احنا قلنا ان المجموعه الشمسيه اتكونت في احد الاذرع بتاعه المجره.
اين تقع اقدم النجوم؟ قلنا اقدم النجوم في المركز، واحدث النجوم عند زد، اللي هي فين؟ احدث النجوم عمرا بتكون عند زد، لان اقدم النجوم بتكون موجوده في المركز، والاحدث منها بتكون موجوده في الاذرع الحلزونيه كده من بره. الشكل ده مهم جدا جدا يا شباب، لو مفيش غيره اصلا. اول ما يقول لك كلمه مجره، هي مفيش غير مجره درب التبان، مفيش غيرها اصلا عندنا. دي كده يا شباب الوحده الثالثه. ناخد بريك بقى عشان ايه؟ عشان نخش على الوحده الرابعه، لان هي وحده مهمه جدا جدا وفيها حاجات كتير تقيله. فركز معايا بقى عشان نبدا ان شاء الله على الوحده ايه، على الوحده الرابعه دي واخر وحده عندنا. يلا يا شباب كده بريك بقى، افصلوا كده عشان الوحده اللي جايه دي مهمه جدا وعايزك تركز فيها. يلا يا شباب نكمل اخر حاجه عندنا، وهي الوحده الرابعه، والناس كتير بتشتكي منها بسبب صعوبتها. وحده جميله جدا والله، هي بتتكلم كلها عموما عن الاحياء والهندسه الوراثيه والكلام ده كله. بيقول لك هنا اجسام خيطيه الشكل توجد في نواه الخليه وتمثل الماده الوراثيه، دي حاجه اسمها الكروموسومات، وبيكون الشكل بتاعها كده. والمنطقه اللي في النص دي بنقول عليها السنترومير. منطقه اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا هي اسمها السنترومير، اللي هي اللي في النص دي، ده الكروماتيد وده الكروماتيد، والمنطقه اللي في النص دي اسمها مين؟ اسمها السنترومير. يبقى الاجسام الخيطيه اللي موجوده في النواه بتاعه الخليه بتمثل الماده الوراثيه دي الكروموسومات، واحنا عندنا 46 كروموسوم. منطقه اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا، طالما الكروماتين اتصلوا مع بعض اسمه السنترومير. المرحله اللي بتسبق عمليه الانقسام الخلوي، طالما بتسبق يبقى دي اسمها الطور البيني او الطور التحضيري، وفيها تتهيأ الخليه للانقسام بالقيام ببعض العمليات الحيويه اللازمه للانقسام ومضاعفه الماده الوراثيه. دي بتكون قبل الانقسام، بتتهيأ الخليه فيها ان هي هتبدا تنقسم، اسمها الطور البيني او الطور التحضيري، كأن الخليه بالظبط بتحضر نفسها. الطور اللي بتترتب فيه الكروموسومات في المنتصف بتبقى كأنها ماشيه كده على الخط بالظبط، بنسميها الطور الاستوائي من الانقسام الميتوزي. الانقسام الميتوزي ان الخليه بتنقسم اتنين. قال لك مجموعة مكونة من 4 كروماتيدات تنشأ من تجارب كروموسومين متماثلين من بعضهم أثناء الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي، اسمها المجموعة الرباعية. اسمها المجموعة إيه؟ رباعية. عملية بيحدث فيها تبادل الجينات، طالما حصل تبادل يبقى اسمها ظاهرة العبور، ودي مشهورة جدا ولازم سؤال عليها في الامتحان. يبقى أول ما بيحصل تبادل للجينات بين قطع من الكروماتيدان الداخليان يبقى دي ظاهرة مين؟ العبور. قال لك كتلة الخلايا الناتجة عن الانقسام المستمر غير الطبيعي، الورم السرطاني، لأن أصلا يا شباب السرطان ده حاجة كده ليك أنت، إن لحد بيجيله سرطان ده معناه إن الخلية بتبدأ تنتج إيه؟ تنقسم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، انقسام مستمر مش طبيعي، خلية عمالة تتقسم كتير قوي ورا بعض يا شباب. فالكلام ده كله بيعمل منطقة كده أو كلكعة موجودة في النص، دي اسمها ورم، ربنا يشفي كل مريض اللهم آمين. فالانقسام الهائل ده، الخلية عمالة تنقسم عمالة على بطال، ده مش حلو، ده بيعمل حاجة اسمها ورم سرطاني، ربنا يشفي ويعافي كل مريض يا رب. فدايما الانقسام المستمر والسريع ده بيعمل ايه؟ ورم سرطاني. قالك عملية حيوية بيكون فيها الكائن الحي بإنتاج أفراد جديدة من نفس نوعه، ده مين؟ ده التكاثر. وعندنا نوعين طبعا، التكاثر الجنسي واللا جنسي. خلايا متخصصة لإنتاج الأمشاج اسمها الخلايا التناسلية. تمام؟ يبقى الخلايا المتخصصة في إنتاج الأمشاج التناسلية، عند الذكر بينتج الحيوانات المنوية من الخصية، وعند الأنثى بينتج البويضات من المبيض. قال لك قدرة بعض الكائنات على تعويض الأجزاء المفقودة، ده اسمه تجدد، زي نجم البحر كده لما بتقطع منه أجزاء موجود فيها القرص الوسطي بيبدأ إيه؟ يعمل تجدد. قال لك قدرة الجزء المفقود من بعض الكائنات الحية عن نمو مكون كائن جديد، ده اسمه التكاثر بالتجدد، عشان الناس بتتلخبط. قدرة بعض الكائنات على تعويض الأجزاء ده اسمه تجدد، إنما قدرة الجزء المفقود من الكائن عن نمو إن هو يعمل كائن كامل مطابق للفرد الأبوي ده اسمه تكاثر بالتجدد. خد بالك، تكاثر الجنسي بيحدث في بعض النباتات بواسطة الأعضاء النباتية المختلفة، ده اسمه التكاثر الخضري. قلنا اندماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث على طول، دي عملية الإخصاب اللي هي بتكون اللقاحة أو بنقول عليها الزيجوت. الخلايا الناتجة عن اندماج المشيج المذكر مع المؤنث اسمه الزيجوت أو بنقول عليه اللقاحة، اللي هو الجنين يعني اللي طلع. تمام؟ المشيج المذكر اللي هو الحيوانات المنوية، والمشيج المؤنث اللي هو مين؟ اللي هو البويضات بتاعة الأنثى. طيب أكمل. بيقول لك يتركب الكروموسوم من إيه؟ من حاجة اسمها الحمض النووي ودي إن إيه وبروتين. الحمض النووي ودي إن إيه وبروتين. قال لك يظهر الكروموسوم ثنائي الكروماتيد في الطور مين؟ في الطور التمهيدي. أول كروموسوم بيبدأ ثنائي الكروماتيد بيظهر في الطور التمهيدي. يحدث الانقسام الميتوزي في انهي خلايا بالظبط؟ قلنا الخلايا الجسديه، انما ايه الانقسام الميوزي بيحصل في الخلايا التناسليه اللي هي الجنسيه، يعني اللي هي زي الخصيه لما بتنتج الحيوانات المنويه والمبيض لما بينتج البويضات. تتكون خيوط المغزل في الطور ايه؟ في الطور التمهيدي، بينما تختفي في الطور النهائي من الانقسام الخلوي. قالك بتتكون خيوط المغزل في الخلايا النباتيه من ايه عند القطبين؟ من تكثف السيتوبلازم، لما السيتوبلازم بيتكثف مع بعض بيعمل خيوط المغزل يا شباب. بينما في الخلايا الحيوانيه بتتكون بواسطه حاجه اسمها الجسم المركزي. قال لك يتنقسم سنترومير كل كروموسوم طوليا، وتتقلص خيوط المغزل اثناء الانقسام الميتوزي في الطور ايه؟ في الطور الانفصالي.
كل كروموسوم، بص بيقول لك ينقسم السنترومير، بينقسم كل كروموسوم بيبقى بشكل لوحده، يبقى ده اسمه انفصالي، بينفصلوا من اسمه. توصل العالم مصطفى السيد الى طريقه للكشف عن الخلايا السرطانيه وعلاجها باستخدام حاجه اسمها تكنولوجيا النانو، باستخدام جزيئات معدن الذهب النانونيه اللي احنا بنسلط عليها اشعه الليزر، فبتبدا تدمرها. يعني شباب كلمه اصلا النانو معناها ان النانو دي جزيئات صغيره جدا جدا بتبدا تخش تخش جوه الورم والسرطان والحاجات دي يعني. يحدث الانقسام الميوزي الاول في الخصيه، الانقسام الميوزي في الخصيه لتكوين نقط، قلنا الحيوانات المنويه، وطف المتك عشان يكون حبوب اللقاح. المتك ده في النبات بيكون حبوب اللقاح، انما عند الذكر في الخصيه يكون الحيوانات المنويه. بتترتب ازواج الكروموسومات على خط الاستواء فين؟ في الطور الاستوائي الاول من الانقسام الميوزي. طالما بيترتبوا على خط الاستواء يبقى الطور الاستوائي الاول منين؟ من الانقسام الميوزي. التكاثر في الكائنات الحيه نوعين، يا اما تكاثر جنسي او تكاثر لا جنسي. قلنا يتكاثر نقط لا جنسيا عن طريق التجدد، مفيش غيره هو نجم البحر. بينما بيتكاثر نقط عن طريق الانشطار الثنائي اللي هو الفرد الابوي، بيجي بينشطر او بيتقسم لاتنين، ده اللي هو في الاميبا. يتكاثر فطر الخميره عن طريق مين؟ التبرعم. انما عفن الخبز عن طريق الابواغ اللي هو العفن بتاعه يعني. قال لك يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي. قلنا يا شباب التكاثر الجنسي بيعمل تنوع وراثي، لان بيجي من اندماج المشيج المذكر مع المؤنث، فبيكون في يعني تغير وراثي لحدوث ظاهره العبور. انما في التكاثر اللاجنسي لا، ما بيبقاش في تنوع. فقال لك بيحصل فين بقى؟ يعد التكاثر الجنسي مصدرا للتغير الوراثي لحدوث ظاهره العبور في الطور التمهيدي الاول من الانقسام مين؟ الميوزي، لان ده جنسي. تمام. علل حدوث الطور البيني قبل الانقسام. ليه؟ قال لي عشان الخليه تبدا ان هي تتهيأ للانقسام للقيام ببعض العمليات الحيويه، وان هي تبدا تضاعف الماده الوراثيه بتاعتها. قال لك انكماش خيوط المخزن اثناء الطور الانفصالي. ليه بتنكمش؟ او علل ليه؟ قال لك لتكوين مجموعتين متماثلين الكروموسومات احاديه الكروماتيد، عشان يعمل مجموعتين احاديه الكروماتيد عند القطب بتاع الخليه، يعني الخليه هي عند الاقطاب بتاعتها كده. تمام. قال لك لا يمكن ان تظهر سلالات جديده من العنب اذا تم تكاثره خضريا. قال لك لان الافراد بتطلع مطابقه للفرد الابوي، فبالتالي مش هيحصل تنوع يا شباب. قال لك هنا بينتج عن التكاثر اللاجنسي افراد بتتشابه معا في التركيب الوراثي، لانه بيعتمد على الانقسام الميتوزي، فتحصل الافراد الناتجه على نسخه طبق الاصل من الصفات الوراثيه للفرد الابوي. بالظبط الابن بياخد نفس صفات الاب، يعني بيقول لك فوله واتفلقت نصين، وبالتالي مستحيل يبقى في تنوع يا شباب، لان انت بتاخد نفس الماده الوراثيه بتاعه الاب ونفس الصفات، فمستحيل يكون في تنوع. قال لك يعتبر الانشطار الثنائي انقسام ميتوزي. قال لانه بينتج عن ايه؟ عنده خليتين متماثلتين وكل منهم مطابقه تماما للفرد الابوي. يطلق على الانقسام الميوزي بنقول عليه الاختزالي. السؤال ده مهم قوي، ليه بنقول على الميوزي الاختزالي؟ قال لك لاختزال عدد كروموسومات الخليه الام للنص، عشان خليه الام الكروموسومات بتاعتها بتقل للنص في كل خليه من الخلايا الناتجه. تمام. وبالتالي بنسميه اختزالي، لان احنا بنقل او بنسحب. يبقى ممكن في الامتحان يقول لك انقسام الاختزالي، ما يجيبلكش الميوزي، يشيل الميوزي ويحط مكانها الاختزالي، والناس بقى تقول لك ايه الانقسام الاختزالي؟ لا، خلي بالك ان الميوزي معناه اختزالي. قال لك يعتمد التكاثر الجنسي على الانقسام الميوزي. ليه؟ قال لك لان التكاثر الجنسي بيتم بالامشاج، اللي اصلا الامشاج ما بتتكونش غير بالانقسام الميوزي. تمام. ما ينفعش ميتوزي في الخلايا الجنسيه، خد بالك، طالما خلايا جسديه ميتوزي، خلايا جنسيه اللي هي الحيوانات المنويه والخصيه والكلام ده كله، دي لازم انقسام ميوزي او بنقول عليه اختزالي. السؤال اللي بعده: ما النتائج المترتبه على جرح الكبد او قطع جزء منه؟ قال لي بتنقسم الخلايا المتبقيه من الكبد ميتوزيه، لان دي خلايا جسديه عشان تعوض الجزء المفقود بتاع الكبد. طب غياب الجسم المركزي من خلايا حيوانيه، خلاص طالما الجسم المركزي مش موجود يبقى الخلايا دي مش هتقدر تكون خيوط المخزن، وبالتالي لن يكتمل الانقسام الخلوي اصلا، مش هتعمل انقسام خلوي لان الجسم المركزي مش موجود. قال لك انقسام الخلايا الجسديه انقساما ميتوزيا. قال لك بتتكون خليتين متماثلتين ليهم نفس عدد كروموسومات الخلايا الام ومشابهه تماما. انقسام الخلايا التناسليه انقسام ميوزي. ليه؟ قال لك تتكون 4 خلايا بتحتوي على نص الماده الوراثيه، لان الميوزي بيطلع 4 انما الميتوزي بيطلع 2. بيقول لك وضع فطر خميره في محلول سكري دافي في مكان مظلم. قال لي هينشأ البرعم كبروز جانبي في الخليه. اهو اول حاجه انت عندك اهي، ده فطر الخميره، في نواه وفي فجوه اللي هي بنخزن فيها الميه وغشاء من بره والسيتوبلازم من جوه. قال لي التبرعم هيحصل، قال لي هيبدا الاول ينشأ بروز هيبدا ان هو يطلع من الخليه، بعد كده هيطلع من البروز ده برعم صغير كده من جوه، بعد كده هيبدا يعمل بقى مستعمره. يبقى هو اول حاجه بتنقسم نواه الخليه الميتوزيه لنواتين، تبقى احداهما في الخليه الام وتهاجر الثانيه للبرعم، ثم ينمو البرعم تدريجيا وبيفضل متصل بالخليه الام، يا اما لحد ما يكتمل نموه وبعد كده ينفصل البرعم عن الخليه الام، او يفضل متصل لحد ما يعمل مستعمره. يبقى يا اما البرعم بتاعك يفضل منفصل، ينفصل عن الخليه الام ويكون افراد جديده، يا اما يعمل مستعمره يفضل متصل ويعلى 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 زي ما انت شايف كده، ويكون بقى يكون مستعمرات. بيقول لك ايه اللي هيحصل لانفجار الحوافظ الجرثوميه لفطر عفن الخبز. طالما الحوافظ الجرثوميه انفجرت
هتتناثر الجراثيم في الهواء وهتنمو كل منها مكونه فرد جديد بالانقسام الميتوزي. الجراثيم هتطلع بقى في الهواء وكل واحد هيكون ايه فرد جديد عن طريق الانقسام الميتوزي. قال لك ايه اللي هيحصل لو لم يندمج المشيج المذكر مع المشيج المؤنث؟ قال لي لا يتكون الزيجوت ولا اللقاح. خلاص لا الزيجوت هيتكون ولا الجنين لان ما حصلش اندماج ما بين المشيج المذكر والمؤنث. اذكر الرقم الدال على الخلايا الناتجه من الانقسام الميتوزي 2، انما الميوزي قلنا 4. ده كل واحد فيهم بيبقى فيه نفس الماده الوراثيه، انما ده بيبقى فيه نص الماده الوراثيه. تمام. قال لك اذكر اهميه او وظيفه الحمض النووي اللي هو الدي ان ايه والكروموسومات. قلنا بيحتوي على الماده الوراثيه للكائن الحي. حتى ما واحد يقول لك احنا عايزين نتاكد الواد ده ابنك ولا مش ابنك، بيقول لك هنعمل ايه؟ بيقول لك خلاص يا عم الحاج روح اعمل تحليل دي ان ايه، لو طلعت صفاته نفس اللي عندك يبقى انت كده ايه ده ابنك، لان الدي ان ايه اصلا فيه الماده الوراثيه. قال لك انقسام خلايا المناسل ميوزيا. قال لك اندماج الامشاج المذكره والامشاج المؤنثه لاتمام عمليه التكاثر. بس اهميه الانقسام بتاع خلايا المناسل ليه؟ عشان يحصل انتاج الامشاج المذكره والامشاج المؤنثه عشان ايه نعمل عمليه التكاثر الجنسي بتاعتك. قال لك الحافظ الجرثوميه في فطر عفن الخبز. اهميتها بتحتوي على جراثيم. الجراثيم دي تنقسم ميتوزيا عشان تكون فطر جديد تسقط على بيئه مناسبه بقى. عندما تسقط على بيئه مناسبه. القرص الوسطي بيعمل ايه؟ ده بيحتوي على الماده الوراثيه بتاعت نجم البحر. عشان كده قلنا لو نجم البحر ده اتقطع الجزء اللي فيه اتقطع وما فيهوش القرص الوسطي مش هيقدر اصلا يكون كائن جديد. قارن بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية من تكون خيوط المغزل. قلنا في الخلايا الحيوانية بتتكون بالجسم المركزي، لو مفيش جسم مركزي يبقى خيوط المغزل أصلا مش هتتكون. إنما في الخلايا النباتية لا، دي بتيجي من تكثف السيتوبلازم فين؟ عنده القطبين زي ما احنا اتفقنا، السيتوبلازم يبدأ يتكثف عنده القطبين. قارن بين الخلايا التناسلية والجنسية. قلنا عدد الكروموسومات ضعف عدد الكروموسومات بالخلايا الجنسية تناسلية، إنما في الجنسية بتكون نص عدد الكروموسومات اللي موجودة في التناسلية. جميل. قال لك الرمز هنا بنرمز لها العدد الثنائي او 2 ان، انما ده هنا بتكون ان واحده يا شباب. خلي بالك دايما الخلايا التناسليه بيكون فيها ضعف اللي موجود في الخلايا الجنسيه. نوع الانقسام هنا ميوزي، انما هنا دي لا تنقسم. قال لك اهميتها هنا انتاج الامشاج، انما دي اتمام عمليه التكاثر الجنسي. دي هي الخلايا التناسليه، انما دي الخلايا الجنسيه اللي هو المشيك ذات نفسه. طيب الأمثلة هنا خلايا الخصية، خلايا المبيض، خلايا الموتك، إنما ده الحيوان المنوي أو البويضة أو حبة اللقاح. يبقى التناسلية دي اللي هي مين؟ اللي هي الأعضاء التناسلية اللي موجودة عندك، إنما الخلايا الجنسية اللي هي المشيك، الحيوانات المنوية أو البويضات. قال لك هنا وجه المقارنة دي خلايا جسدية، إنما دي خلايا تناسلية. عدد الكروموسومات قلنا هنا بتحتوي على العدد الكامل اللي هو 2 ان، دي بتحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع 2 ان. تمام؟ دي بتحتوي على العدد الكامل من كروموسومات النوع، إنما دي بتحتوي على ان بس يا شباب. دي جزء غلط يعني. قال لك يا نوع الانقسام تنقسم ميتوزيا عدا خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبيه، دي بتنقسم ميوزي. تمام. يا شباب احنا هنا انا اسف احنا هنا هنا بدلنا قلنا الخلايا الجسديه والخلايا التناسليه، دي ده وجه مقارنه تاني. تمام. دي بتحتوي على 2 ان، انما دي بتحتوي على برضه بتحتوي على 2 ان. انا اسف يا شباب انا بحسب الخلايا الجنس المشيج يعني المذكر والمؤنث اللي هو الحيوانات المنويه. معلش ده المفروض احنا دخلنا هنا في مقارنه جديده. تعالى بس عشان ايه ما تحسش انت بلخبطه. هنقارن بين حاجتين خلايا جسديه وتناسليه. هنا جسديه وهنا تناسليه. دي بتحتوي على العدد الكامل 2 ان، ودي برضو 2 ان، لان الخلايا التناسليه دي زي جزء من الخصيه او جزء من المبيض، ده يعتبر 2 ان برضو. نوع الانقسام هنا قلنا دي بتنقسم ميتوزيا ما عدا خلايا الدم الحمراء والخلايا العصبيه، انما دي بتنقسم ميوزي عشان ايه؟ عشان تكون الامشاج. عدد الخلايا هنا خليتين، انما هنا 4 خلايا. خليتين انما هنا 4 4 خلايا. في اي مشكله يا شباب؟ عدد الكروموسومات هنا زي ما احنا قلنا 2 ان، انما هنا نص عدد الكروموسومات الخلايا الام اللي هي ان. يعني بيقول لك عدد الكروموسومات الخلايا الناتجه، انما احنا بنتكلم على عدد الكروموسومات اللي موجوده فيها اصلا. انما هنا الناتجه ده بيطلع ان وده بيطلع 2 ان. امثله زي خلايا الكبد، خلايا الجلد، خلايا البنكرياس، انما هنا خلايا الخصيه، المبيض، خلايا الموتك. برضه هنا مقارنه مهمه بين الانقسام الميتوزي والانقسام الميوزي. الانقسام الميتوزي قال لي الخلايا اللي بيحصل لها الانقسام ده هي جميع الخلايا الجسديه ما عدا الخلايا العصبيه وخلايا الدم الحمراء. كل الخلايا الجسديه ما عدا الخلايا الدم الحمراء ومين؟ والعصبيه. دي بتحصل للخلايا التناسليه اللي هي خلايا المناسل زي الخصيه والموتك اللي في الظهر. هنا بينتج مين؟ خليتين، انما هنا بينتج 4 خلايا جنسيه. عدد الكروموسومات هنا قلنا اللي بينتج 2 ان، انما هنا اللي بينتج ان بس اللي هو نص الماده الوراثيه. اهميه الانقسام الميتوزي ده نمو الكائن الحي، وكمان تعويض الاجزاء التالفه اللي يعني ايدك مثلا لما بيتعور او يبقى فيه جرح هو اللي بيعوض الخلايا التالفه، واتمام عمليه التكاثر اللاجنسي في بعض الكائنات. انما اهميه التكاثر الميوزي او الانقسام الميوزي ده تكوين الامشاج المذكره والمؤنثه. الامشاج المذكره اللي هي الحيوانات المنويه، والمؤنثه اللي هي البويضات، لاتمام عمليه التكاثر الجنسي في معظم الكائنات الحيه. وكمان التنوع في الصفات الوراثيه، لان احنا قلنا الميوزي هو اللي بينتج عنه تنوع فين؟ في الصفات الوراثيه، انما الميتوزي لا ما بيطلعش عنه تنوع. مراحل الانقسام هنا قلنا 4.
الطور التمهيدي والطور الاستوائي والطور الانفصالي والطور النهائي. انما هنا ده لا، قال لك مراحل الانقسام الميوزي الاول ومرحله الانقسام الميوزي الثاني، بتتضمن كل مرحله 4 اطوار. طيب قال لك بقى ايه الفرق بين التجدد وبين التكاثر بالتجدد؟ في فرق بينهم طبعا. التعريف بتاع التجدد هو قدرة بعض الكائنات على تعويض الأجزاء المفقودة، ده بنقول عليه تجدد. إنما قدرة الجزء المفقود من الكائن على النمو مكون كائن كامل مطابق للغرض الأبوي، ده تكاثر إيه بالتجدد. أول ما يقول لك نمو كائن كامل يبقى ده تكاثر بالتجدد. وجه المقارنة قال لي هنا التكاثر الخضري وبين التكاثر بالجراثيم. قال لك التعريف: التكاثر الخضري هو تكاثر لا جنسي يتم بواسطة أجزاء من النباتات المختلفة دون الحاجة إلى بذور. انما بالجراثيم ده تكاثر لا جنسي برضه، بس بيتم عن طريق الجراثيم اللي احنا بناخدها من الكائنات الحيه. نكمل يا شباب معلش. قالك ده التكاثر الخضري بيحصل في النباتات اهو، انما التكاثر بالجراثيم ده اكثر شيوعا في الفطريات زي فطر عفن الخبز وفطر فين عيش الغراب وبعض الطحالب. وجه المقارنه بين التكاثر بالتبرعم والتكاثر بالانشطار الثنائي مهم جدا، والله العظيم ان الافكار دي كلها مجمعه. التكاثر بالتبرعم هو تكاثر لا جنسي بيتم عن طريق البراعم النامية من الفرد الأبوي. قلنا البرعم ده ممكن يفضل يا إما ممكن يعمل مستعمرة. الانشطار قلنا تكاثر لا جنسي عن طريق إيه؟ انشطار الفرد الأبوي وحيد الخلية إلى خليتين متماثلتين كل منهما مطابقة تماما للفرد الأبوي. بيحصل فيه التكاثر بالتبرعم في الكائنات الحية وحيدة الخلية زي فطر الخميرة، وكمان في الكائنات عديدة زي الهيدرا والإسفنج. الإسفنج ده فاكر زي سبونج بوب كده. هنا التكاثر بالانشطار بيحصل في البكتيريا والطحالب البسيطة، وبيحصل كمان في الأوليات الحيوانية زي الأميبا والبراميسيوم واليوجلينا. قال لك الفرد الأبوي هنا لا يختفي الفرد الأبوي في التكاثر الخضري، إنما في الانشطار بيختفي الفرد الأبوي، لأن الفرد الأبوي أصلا بيتقسم لاتنين فإيه بيختفي خلاص. قارب بين التكاثر اللاجنسي اللي هو اللا تزاوجي والتكاثر الجنسي اللي هو التزاوجي، لأن أصلا اللاجنسي ده بيحصل من غير تزاوج، يعني مش ذكر وأنثى بيتجوزوا مع بعض، إنما الجنسي بيحصل لازم يكون في تزاوج. اللا جنسي ده بيحدث في جميع الكائنات الحية وحيدة الخلية وبعض النباتات والحيوانات عديدة الخلايا. أما الجنسي بيحصل في الكائنات الراقية. أول ما تسمع كلمة كائنات راقية يبقى على طول جنسي. عدد الأفراد اللي بيشتركوا هنا فرد أبوي واحد بينقسم بأبوي، إنما ده فردين أبويين من نفس النوع، واحد مذكر والتاني مؤنث، وبيبدأ إيه المشيك ده يندمج مع المشيك ده. صفات النسل اللي هنا مطابقة تماما للفرد الأبوي، إنما ده بتجمع ما بين صفات الفردين عشان كده بيبقى فيه تنوع، وهنا اللي بتحصل ظاهرة العبور. نوع الانقسام اللي بيعتمد عليه ده تكاثر ميتوزي او انقسام ميتوزي، انما ده ميوزي. شروطه: ده لا يتطلب وجود اجهزه او تراكيب متخصصه في الكائن الحي، ده لازم يكون في اجهزه واعضاء تناسليه متخصصه عشان يبداوا ان هم ينتجوا الحيوانات المنويه والبويضات. تمام. هنا بقى مجمع لك الرسومات كلها ومهم جدا. بيقول لك هنا ادرس الاشكال التاليه ثم اجب عن الاسئله. اي الاطوار الاتيه يلي حدوث الطور الموضح. الطور اللي قدامك ده بص كده بعينك هتلاقي تحس ان هم كلهم مترتبين في الخط، يبقى ده الطور الاستوائي. مين الطور اللي بعد الاستوائي؟ هو الطور الانفصالي. شايف الاسئله عامله ازاي؟ شايف هو بيقول لك اي الاطوار دي يلي يعني بيجي بعد حدوث الطور اللي قدامك ده. اللي قدامي هنا في الشكل هو الطور الاستوائي، فبيقول لك مين اللي بعده؟ اللي بعده هو مين؟ الانفصالي. بيبداوا بقى ينفصلوا. فهو هنا بيقول لك اكتب اسم كل طور من الاطوار دي اللي قدامك. الشكل الواحد باينين قوي ان هم منفصلين اهو، يبقى ده كده الطور الانفصالي. ده اسمه النهائي اللي هو خلاص كل واحد بقى لوحده، انما ده بص كلهم في خط واحد، يبقى ده الاستوائي. بيبان من الشكل يا شباب. هنا بيقول لك وضح مع الرسم الخطوات اللي بتمر بها الكروموسومات في حدوث ظاهرة العبور. قلنا بتحدث ظاهرة العبور فين؟ في نهاية الطور التمهيدي الأول من الانقسام الميوزي. قال لك أول حاجة بتتكون المجموعة الرباعية زي ما أنت شايف كده. قال لي بعد كده تاني حاجة أهو بيلتف طرفي الكروماتيدات الداخليان في المجموعة الرباعية، بيبدأ إن هو ده يخش هنا وده يخش هنا. بعد كده بيبدأوا في رقم 3 بيتبدل الأجزاء الملتفة من الكروماتيدان الداخليان. يبقى تاني يبقى وضح بالرسم. قال لي هتعمل ده لون وده لون. فاول حاجه المجموعه الرباعيه بتتكون قدامك اهو، هنا 2 وهنا 2. بعد كده بيلتف طرف الكروماتيدان الداخليان في المجموعه، ده هنا بيخش هنا وده بيخش هنا. بعد كده بيتبدلوا بقى زي ما انت شايف كده، بتتبادل الاجزاء الملتفه بين الكروماتيدين الداخليين. اهميه ظاهره العبور قلنا بتعمل ايه؟ بتعمل تنوع في الصفات الوراثيه. طيب بعد كده الشكل المقابل اللي قدامك ده ايه اللي بيمثله الشكل ده؟ شكل ايه ده؟ شكل الكروموسوم باين قوي. اكتب ما تشير الى الارقام. رقم 1 ده بيمثل لمين؟ ده الكروماتيد. رقم 1 ده الكروماتيد. قلنا منطقه الاتصال بتاعتهم هما الاثنين، منطقه اتصال الكروماتيد ده مع الكروماتيد ده بنسميها السنترومير. بنسميها ايه يا شباب؟ السنترومير. مهم جدا. هنا بيقول لك بقى في اي الاطوار او في اي اطوار الانقسام الميتوزي بينقسم الجزء 2 طوليا لنصين. قال لك الطور الانفصالي من الانقسام الميتوزي والطور الانفصالي الثاني من الانقسام الميوزي. يبقى في اي اطوال الانقسام الميتوزي بينقسم الجزء 2 طوليا لنصين، اللي هو هنا اهو. قال لك ايه؟ الطور الانفصالي من الانقسام الميتوزي والطور الانفصالي الثاني من الانقسام الميوزي. الشكل ده بيمثل احد الاطوار.
قال لك الطور اللي بيمثله انت شايف الطور مين؟ الطور النهائي. طالما كل واحد بقى لوحده كده يبقى الطور النهائي. في اي الاطوار بيختفي التركيب اكس دي بتختفي في الطور التمهيدي، تبدا ان هي تختفي عشان الخليه تتهيأ بقى. طيب اذا كان عدد الكروموسومات في خليه كبد انسان 46 كروموسوم، فما عدد الكروموسومات في خلايا اللي قدامك دي؟ بيسالك كتير قوي السؤال ده في الامتحان. في كبد الانسان 46 يبقى خليه بنكرياس 46 خلايا جسديه، خليه خصيه 46، ما حدش يقول لي 23 اوعى والنبي تتلخبط فيها. خليه مبيض 46، حيوان منوي يبقى 23. طب بويضه يبقى 23. اول ما تلاقي حيوان منوي او بويضه ده لا في نص الماده الوراثيه. انما يقول لك خليه بنكرياس، خليه خصيه، خليه مبيض، طالما خليه من اي حاجه يبقى 46 زي البني ادم الطبيعي. هنا بقى جايب لك الرسومات بتاعت الانقسام الميوزي والميتوزي، ده الاشكال بتاعتهم عشان لو سالك عليها في الامتحان يعني ايه يبقى ايه، بص عليها اهم قدامك اهم، خدهم سكرين شوت مش محتاجين شرح يعني، معروفين. وكده يا شباب نكون خلصنا المراجعه بتاعتنا، يا رب تكونوا مراجعه فادتكم، مراجعه مهمه جدا بجد. لو ذاكرت الافكار اللي في الفيديو دي وجمعتها كده في ورقه وقلم باذن الله مش هيخرج عنها الامتحان، وهتدعي لي. ربنا يوفقكم دايما، والله بحبكم، كانت استمتعت مع بعض جدا بالسنه الجميله دي جدا. طبعا الامتحان يعني المحتوى كله ما نزلش على اليوتيوب مجاني، بس باذن الله الترم التاني هنحاول ننزل يعني محتوى على اليوتيوب، بس المحتوى ده بمنصه باشتراك، هننزل باذن الله بعد كده المنصه وطريقه الاشتراك عشان تشتركوا في الترم التاني باذن الله ونبدا بدايه قويه. ربنا يوفقكم دايما تخلصوا الامتحانات دي على خير، بحبكم في الله، افتكروا دايما ان طلاب مصر عاطف بجد غير اي حد، والسلام عليكم.